يا انس يا انس يا ابني قوم فوق، ما يصحش كده لو حد عدى وشافك نايم في الشركه. انا كويس انا كويس. خير في ايه؟ خير، جايب لك هديه لوز. ايه ده؟ حازم فؤاد. حازم زميلنا؟ قصدك اللي كان زميلنا. ايوه ماله يعني؟ صاحبنا كان حاطط عينه على عميل تقيل ومحفظته تقيله، بس للاسف بقى مستر رؤوف مشاه قبل ما يقفل معاه الديل. وبعدين؟ وبعدين ايه يا انس؟ ما انا ببصيلك المعلومه اهو عشان تخش انت وتقفل الديل، ومين عارف يمكن ده يخليك تدق مسمار في الشركه بدل ما انت ملخلخ كده. ومين عميل لك كان حازم ماسكه ده؟ جلال حرب. جلال حرب؟ جلال حرب؟ ايوه جلال حرب جلال حرب. وده هيرضى يشتغل معايا ازاي ده؟ والله انت وشطارتك بقى يا انس، لو عرفت بقى تقنعه وتدخل له دخله حلوه وتقنعه انك تقفل الديل مكان حازم، يبقى برافو عليك والسناره تغمز. حد عارف؟ تفتكر؟ جرب. انت خسران ايه؟ على رايك يا صابت يا اتنين عور. طب ممكن تبعت لي الكونتاكتس بتوعه ونشوف ايه اللي هيحصل؟ هو ده الكلام. ايوه كده. الو. ايه يا حبيبي، طمني عليك، عامل ايه دلوقتي؟ اهو بحاول افوق اهو، بشرب فنجان قهوه كل نص ساعه. والنبي ما تشربش قهوه كتير كده. قولي صحيح، عملت ايه؟ كلمت اكرم وحددت معاه ميعاد عشان تروح انت وفريده ليه؟ انا اسف انا نسيت، معلش. اول ما تقفلي معايا هكلمه على طول. ممكن بقى تقفل معاه دلوقتي حالا وتكلمه عشان ما تنساش، عشان ما تخليش شكلي وحش. حاضر حاضر حالا. سلامي. الشيك بتاعك يا انس. اشكرك يا انكل. حضرتك مش متخيل قد ايه جه في ميعاده يعني. نجوى مطلعه عيني زن على النفقه. انا عارف ومقدر ظروفك، عشان كده استغربت انك ورطت نفسك مع اكرم. يا ريت بقى يا انس بعد كده تبقى تاخد رايي في المواقف اللي زي دي. صدقني يا انكل الموقف ما ادانيش وقت انا افكر. هو اكرم كلمني عشان الحقه ونزلت بسرعه وضمنته وبس. اكرم لازم يتعلم، واضح انه ما اتعلمش من اللي حصل له قبل كده. والله يا انكل الموضوع مش كانش كده يعني، مش زي ما حضرتك فاهمه. انا فاهم كويس ومش محتاج افهم اكتر من اللي انا فاهمه. طب كان في موضوع كده كنت عايز اخد راي حضرتك فيه، لو وقت حضرتك يسمح لي يعني. كنت بفكر لو ممكن اخد جزء من ميراث بابايا الله يرحمه، يعني احط وديعه واشيل عن حضرتك وجع الدماغ كل شويه، بالذات ان انا داخل في اميره والولاده والولد والحاجات دي بتاخد مصاريف كتير طبعا. ولما الفلوس تخلص هتعمل ايه بعد كده؟ بص يا انس، لا المصاريف بتخلص ولا زن الستات بينتهي. الفلوس هي اللي ممكن تخلص لو اتحطت في المكان الغلط. حضرتك شايف كده يعني؟ انا شايف ان احنا نفضل زي ما احنا. فلوسك بشغلها لك مع فلوس اخواتك، وانت بتاخد الارباح كل اول شهر. تمام يا انكل، اشكرك. بقلب كيكو وعقل كيكو يا ناس. وحشتيني قوي. انت كمان. اهلا يا ماما. اهلا يا حبيبي. كفاره يا اكرم بيه. ان شاء الله حته عشان نلحق الحضانه ولا ايه؟ رايح فين؟ جميله مش هتمشي. تعالى يا حبيبي. نعم. اللي سمعته، انا ما امنش على البنت بعد اللي حصل امبارح، ودخلتها خناقه شوارع ووديتها القسم. النهارده ناوي توديها فين؟ واضح كان حضرتك نسيت، فانا مضطر افكرك. جميله دي تبقى بنتي وانا ابوها، يعني ما حدش في الدنيا دي هيعرف ياخدها مني. وانا جدها، لما ابوها ما يعرفش يحافظ عليها يبقى لازم اقف له، وانا مش هسمح لك انك تضيعها زي ما ضيعت امها. الله يرحمها. ما حدش حب ياسمين قدي على فكره،
وبالنسبه لجميله برضه ما حدش هيخاف عليها قدي. اظن الرساله وصلت. يلا حبيبتي. باي يا تيتا. باي يا روح تيتا. افطر وحصلنا على المكتب. حاضر. مال شكلك مبهدل كده ليه يا حبيبي؟ والله يا ماما ما نمت لسه من امبارح. الدنيا مدربكه فوق دماغي قوي. الشغل، نجوى، بنات، اميره. معلش يا حبيبي، نجوى انت عارف طبعا، وأميرة إن شاء الله أول ما تقوم بالسلامة وترتاح هتريحك وتشيل عنك. ربنا يخليك ليهم وللأولاد. خليني اليوم يعدي على خير. قولي لي يا ماما، هو انكل ماله شادد السلخ على اكرم قوي كده ليه؟ لا بصراحة المرة دي أنكلك عنده حق، ما كانش ينفع أبدا إن أكرم يدخل خناقة زي دي في الشارع وجميلة في إيده. لا بس الموضوع مش كده، هو كان بيحاول يعمل خير. برضه ولو افرض الله لا يقدر البنت كان جرى لها حاجة، كنا ساعتها هنعمل إيه؟ بعد الشر بس. أنا معاك إن أنكلك طبعه صعب. صعب بس؟ ده صعب قوي يا ماما. أيوه بس يغفر له إنه بيحبكم ويخاف عليكم. ربنا يستر علينا من حنيته. ما كلمتنيش ليه من الاول يعني؟ كنت هكلمك يا انس، لكن بشير بيه العبقري الفذ هو اللي اقترح ان احنا نكلم سياده اللواء. لا ونعمل اقتراحات. ده كويس انه سابكم ومشي. كان ممكن يطلب تحويلكم على سجن الواحات. قول له عشان مش مصدقني. على فكرة بقى يا جماعة، أنا كنت بحاول أحل الموقف بسرعة. بصراحة هو أول حد يجي على بالي. ما كنتش أعرف إنه هيطلع ندل قوي كده. أنا آسف يا جماعة، ما أقصدش. يا عم ولا تقصد، ما هو ندل. خلينا في المهم دلوقتي. بقول لك يا انس، انا عايز اخرج من هنا اتصرف. خلاص مش طايق، انا جبت اخري. دفعه. معلش بعد اذنك بس دلوقتي ايه اللي المفروض يتعمل عشان الاساتذه يخرجوا؟ ولا حاجة، هنستنى سعادة الباشا لما يرجع وهنخلص الإجراءات. وسعاده الباشا فين؟ خرج في مأمورية من 10 دقايق، ساعة بالكتير وهيرجع. ساعه بالكتير. شكرا، اشكرك. طيب بما ان الموضوع فيه قاعده بقى، اديني كتفك. حته تنام يا انس، في إيه؟ انت حتى النوم في جيبك. انس، عملت ايه مع مستر رؤوف؟ راجع معايا البوينتس بتاعت الشهر، وفكرني طبعا ان انا بقالي فتره ما دخلتش اي عميل جديد. وبعدين؟ ولا قبلين اداني طبعا الموشح اياه بتاع اللي ما يخافش على الشغل، الشركه ما تبقاش عليه، وان احنا قطاع خاص مش حكومه. وقفلها بالجمله الشهيره بتاعت طابور خريج الجامعه اللي مستنيين فرصه عشان يثبتوا نفسهم. يعني جابها لك وش؟ وش. طيب عموما انا مش عايزك تقلق خالص، صدقني انت لو دخلت عليه بحافظة جلال حرب الموضوع هيفرق كتير جدا في موقفك معاه. ها صحيح عملت ايه؟ كلمت جلال حرب؟ بعت له واتساب. واتساب ايه؟ واتساب ايه يا انس؟ هو صاحبك قاعد معاك على القهوة؟ ما عايز نعمل ايه يعني؟ تتصل بيه، تدخل عليه تثبته. ما كلمته يا فاروق ما ردش عليا. كلمه تاني وتالت، ايه المشكلة يعني يا انس؟ ما انا خايف اعمل كده يحس ان انا هموت عليه. ما يحس يا سيدي، خليه يحس براحته. اللي زي جلال حرب ده بيبقى تنك كده في نفسه، فاهمني؟ بيبقى نفسه يحس انك هتموت عليه، انك بتحارب الدنيا عشان يبقى الكلاينت بتاعك. فاهم ولا مش فاهم؟ عندك حق. حاضر، هكلمه تاني بس مش دلوقتي. انام لي ساعتين بس، انا مش قادر افتح بقي مع حد دلوقتي. انا تعبت معاك، براحتك. ايوه يا امير. طبعا صح، يعني ازاي انام في الشركه يعني؟ لا ابدا، كنت لسه هكلمك. ماشي. قولي فريده تجهز وانا جاي لكم في السكه اهو. سلام. الشقه هي زي ما انت شايفها، جديده كأن ما حد سكن فيها خالص. هي كانت متأجرة مكتب أو عيادة؟
دي كانت عياده اختي ياسمين الله يرحمها. انا اسفه. واضح ان هي ما اتنضفتش من زمان. بسيطه يعني، ممكن تشوفي حد يعمل لك كده. بس في مشكله. انا كنت عامله حسابي ان الشقه تبقى مفروشه وجاهزه على السكن. لا لا لا، هي مفروشه وجاهزه. في اوضه نوم جوه فيها سرير ودولاب كبير قوي. ياسمين الله يرحمها كانت ساعات بتريح فيها. وفي مطبخ، هو اي نعم مش مطبخ كبير يعني، بس مطبخ ولا ياكل. في بوتاجاز وثلاجه صغيره ممكن تستخدميهم هينفعوكي. طيب والأوضة دي فيها إيه؟ الاوضه دي المرسم بتاعي، محدش هيخشه غيري وانا هخشه في اي وقت. أنت بتهزر صح؟ انا مش بهزر، الحاجات دي فيها هزار. هو إيه الجد في اللي هو بيقوله ده؟ يعني إيه المرسم بتاعه هيخشه في أي وقت؟ عادي يا فريده، بتحصل يعني. لا طبعا ما بتحصلش. يعني إيه يخش الشقة وأنا موجودة فيها لوحدي؟ والله حضرتك ايه؟ ده اللي عندي، اذا كان عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك اهلا وسهلا برضو. انس افتح الشقه معاك اهو، استقروا وبلغوني عن اذنكم. دي قلة الذوق والجريطة اللي هو فيها دي. هو فاكر نفسه هيأجر لنا قصر؟ ايه دي بس يا فريده؟ دي لو آخر شقة أنا مش هأجرها أصلا. ايه دي يا فريده؟ انا عارف اكرم كويس قوي. اكرم شخصيه محترمه جدا، مش ممكن يكون قصده ان هو يعني يقل ذوق عليكي. أمال اللي حصل ده تسميه إيه؟ سميه اي حاجه، اي حاجه ليها علاقه بالظروف اللي هو بيمر بيها. بس صدقيني اكرم بني ادم محترم جدا وراجل قوي. ده بات الليله امبارح في القسم عشان دافع عن واحده ما يعرفهاش، عشان شويه عيال بيعكسوها. ده حد طلبه يقلقك؟ طبعا طلب في حد ذاته يقلقني. يعني إيه أجر شقة إلا أوضة؟ يا ستي كله بيجي بالتراضي وبالتفاهم. وبعدين ما تنسيش ان هو نزل الايجار ل 2000 جنيه لما عرف انك بنت خاله اميره. هتلاقي مكان فين بالحجم ده وفي المكان ده وبالسعر ده؟ اروح اقول له اجيب العقد نمضيه ونقول مبروك. ايه رايك؟ ماشي. مبروك عليكي. مبروك. أنس ايه يا حبيبي؟ حبيبي أنا بقيت كويسة، الحقنة ريحتني شوية. ممكن عشان خاطري تروحي الحفلة عشان نادين؟ حفلة ايه دلوقتي بتتكلم عليها؟ لا طبعا مش هسيبك. يا حبيبي الدكتور قال ما فيش ولادة غير بعد 3-4 ساعات، هتكون رحت وجيت. ولو لا هفضل موجود برضو، يمكن تحتاجي حاجة. ما هي فريدة موجودة. معلش خليني ابقى معاكي عشان اطمن. انا هطلع بس اعمل مكالمة جلال حرب، اجل الميعاد اللي معاه. أنس بيحبك قوي يا أمير. عارفة، بس أنا مش عايزاه يجي على نفسه قوي كده. انتي مش عارفة نجوى بتعمل فيه ايه. خلاص سيبيه منه ليها، هو هيعرف يتصرف معاها كويس. وبعدين ده ظرف ما بيحصلش كل يوم، المفروض الناس تقدر. ربنا يستر. هو انت بتعمل ايه عندك يا استاذ؟ انتوا ازاي كده؟ ازاي ايه؟ ازاي سايبين لي عرس في الجراج كده؟ عرس ايه؟ ايوه، وانا بركن عربيتي عرستين دخلوا جوه العربيه. طب لما عرستين نطوا جوه العربيه حضرتك بتضرب في الفوانيس من بره ليه؟ عشان خوفهم. لو النبي عشان تخوف العرس تقوم تضرب الفوانيس من بره. ايوه، الفوانيس بتتكسر انما البيبان بتطبق، وانا مش حمل سمكره ودوكو دلوقتي. بعدين عايز امشي بعربيه مرشوشه، اجي ابيعها يقولوا دي مرشوشه. اوعى كده.
حاجه تقرف. الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. مستشفيات ولا العرس ولا نجوى؟ اوعى. اوضه 212 لو سمحتي. اخر الطرقه شمال. شكرا. ايه يا ماما؟ انت فين يا انس؟ تعالى بسرعه لو سمحت. اجيلك البيت ازاي يا ماما؟ انا اميره لسه والده الظهر وما شفتش ابني لحد دلوقتي. انا اسفه يا حبيبي، احنا مربوكين من الصبح مش داريانين باي حاجه. انا بس كنت عاوزاك تيجي بسرعه عشان تلحق اكرم. ماله اكرم؟ اكرم جه هنا من بدري وعمال يزعق، واقف قدام الفيلا ومش عايز يمشي غير لما ياخد جميله. وانكل نبيل مصمم انه يطلب له البوليس. انا صبرت عليه بالعافيه. ارجوك تعالى يا حبيبي بسرعه، خليه يروح، انا خايفه عليه. ده ايه اليوم الاسود ده؟ تقول حاجه يا انس؟ لا ولا حاجه يا ماما. بقول لك حاضر، هتصرف انا. حاضر. يعني هتعرف تيجي؟ لا طبعا. اجي ايه؟ هكلم بشير صاحب اكرم يجي ياخده. كويس كده؟ يا حبيبي اعمل اي حاجه بس بسرعه من فضلك. ابقى ابعت لي صوره البيبي على الواتساب لحد ما اشوف. حاضر يا ماما، هبعت لك. حاضر. سلام. ايوه بشير. حظك حلو يا أميرة. هاني البيبي الوحيد اللي من ساعة ما اتولد وهو نايم. شكله هيطلع طفل هادي. الحمد لله عشان ترتاح. وبعدين انت كمان يا فريده، كفايه عليكي قوي كده. ده انت مع اميره من الصبح. ليه يا خالته، هو أنا اشتكيت لك؟ عشان خاطري يا فريده روحي بقى، كفايه كده. انت عندك محكمه بكره الصبح بدري. بس يا أميرة، بس يا حبيبتي، ما تقوليش كده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. نورتوا القاهره. اللي منور القاهرة القمر الجديد اللي منورنا. مبروك مجالك يا أنس. الله يبارك فيك يا انكل. بسم الله ما شاء الله. كفايه ما تمديش ايدك عشان ما صحوش. الحمد لله على السلامه. معلش تعبناك معانا، جبناك على ملا وشك. انا اسف جدا يا جماعه والله، بس طبعا لو حلفت لكم ان انا كان غصب عني مش هتصدقوني. بس للاسف هو ده اللي حصل. انا عملت حادثه. يا خبر، أنت كويس؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. انا عارف ان انت مش مصدقاني، ورغم ان العربيه صعبانه عليا، بس الحمد لله انا باين فيها الحادثه عشان تبقى تشوفيها بنفسك. خير يا أنس، إيه اللي حصل؟ واحد حمار ماشي عكس الاتجاه خبطني في وش العربيه، جاب شبكه واكسدام وفانوس، بهدلت خالص. انا مش مكلمك وانا جاي قلت لك انا في السكه؟ أيوه. الحادثه حصلت بعديها على طول. العربيه في الجراج، يا ريتوا بتبصوا عليها وانتوا ماشيين. الحمد لله انها جت في العربيه. ربنا يحفظكم. الحمد لله. ارحمنا بقى يا رب. بنك زحمه وشوارع زحمه. انا بقيت حاسس ان كل مشوار بروحه مصر كلها بتروح معايا. انت رحت القسم امبارح؟ اسم؟ وانا هروح الاسم ليه؟ مش انت مأمن على العربيه، المفروض تروح تعمل محضر بالحادثه اللي حصلت. لا يا حبيبتي، ما انا لغيت التأمين ده من زمان. ليه لغيته يا أنس؟ يا حبيبتي التأمين بياخد فلوس كتير، واحنا في الظروف اللي احنا فيها دي محتاجين كل جنيه. طب ما احنا هنصرف من اللي معانا. ما تقلقيش حبيبتي، انا هشوف سمكري حنين كده يلمها لي بأي حاجة. وبعدين تأمين ايه وسمكري ايه اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ خلينا في الواد القمر ده ما شاء الله، لسه ما لحقتش استفرد بيه ولا لعبه. انت عارفه ان في شبه من ابويا الله يرحمه؟ لو طنط عفاف كانت جت بقى وشافته كنا سألناها في الموضوع ده. حبيبتي ما انا قلت لك المشاكل اللي هم فيها من بعد الخناقه بتاعت انكل نبيل واكرم، وماما في النص هي اللي شايله جميله. للعلم هي اتكلمت امبارح تسال عليك انت وهاني، تطمن عليك، وقالت لي اول ما يفوق بس من المشاكل دي هيجوا يزورونا. تنور. قولي انت عندك حاجه النهارده؟ ولا حاجه يا حبيبتي، اوصلكم اروح الشغل ساعتين كده بس اخلص شويه ورق وحاجات ورايا واجي اقضي بقيه اليوم معاكم كله. انت متاكد من الكلام ده؟ ده مش كلام يا حبيبتي، ده قرار. اما نشوف. ايه ده؟ فريده؟ ازيك؟ انت هنا من امتى؟
يعني من ساعة وشوية. اهلا بيكي. امال فين اميره يعني؟ نايمين جوه. طيب هدخل اسلم عليهم. ثانية واحدة يا أنس من فضلك. تقدر تقولي ايه ده؟ هو انت بتعمل ايه عندك يا استاذ؟ ازاي سايبيني احرس في الجراج كده؟ انس ايه؟ هي اميره شافت الفيديو ده؟ لسه، بس أكيد هتشوفه. انا مش عارف ده حصل ازاي. ازاي ما خدتش بالي ان في حد بيصورني؟ هو ده اللي همك يا أنس؟ مين اللي صورك؟ اعمل ايه؟ هو ده اللي جه على بالي اعمله. كان عندي ميعاد شغل مهم لازم اروح، وقبليها كنت في القسم. قعدت ساعات كتيره جدا ومش عارف اخرج. اسم ليه؟ اكرم. أكرم جوز أختك؟ ايوه. ممكن نبيل خد عليه حكم بحضانه كامله. وده خده ازاي ده؟ المفروض الحضانة بتروح للجد للأب أو للأم. هو كان رفع القضيه باسم ماما وما قالش لحد ومشي في الاجراءات. طبعا اكرم اتجنن لما لقى البوليس جاي ينفذ الحكم في الحضانه، وانا عشان رزقي في رجليا طول عمري وحظي من السما ما كنتش لسه مشيت. اكرم وظابط شدوا مع بعض، كلمه من هنا وكلمه من هنا، خدنا من البوكس على الاسم. عشان كده. ولا يا فريده هو ده اللي حصل. حطي نفسك مكاني بقى. كنت هتعرف تشرحي المهرجان ده كله لأميرة؟ ما هو ده مش مبرر اللي انت عملته خالص يا أنس. الفيديو منتشر على الفيسبوك وأكيد هيوصل لأميرة. طب هعمل ايه؟ لازم تشوف طريقة ازاي تشرح لأميرة اللي حصل وتقولها انت عملت كده ليه. أنس، انت ايه اللي عمل فيك كده؟ طلع عليا حراميه سرقوا كل حاجه، العربيه والمحفظه والموبايل، حتى هدومي ما سابوش. استنى هنا، انت رايح فين؟ ايه يا نجوى؟ هتسيبيني واقف بره كده؟ انت كده اخرك معايا اقول لك الحمد لله على السلامه، لكن دخول هنا يا انس مش هيحصل. بعدين انت جاي علينا ليه؟ ما تروح على بيتك تستر نفسك. حرام عليك يا نجوى، مش هينفع اروح اي حته بالمنظر ده. ومش هينفع ليه؟ ما تروح للسنيوره بتاعتك. هو انا اللي مراتك ولا هي؟ اوضه نومك في بيتي ولا في بيتها؟ دولاب هدومك عندي ولا عندها؟ ولا انا المصايب تجيلي والخير يروح لها هي؟ مصايب ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ وده وقت يا نجوى؟ ده خليني طيب اكلم اكرم يجيب لي اي حاجه البسها وامشي على طول. مش هيحصل، واتفضل بقى امشي من هنا عشان مش عايزه فضايح. طب انا كنت سايب انا قميصين وبنطلون، اديهم لي. شحتهم. شحتهم ليه؟ ما انا ما كنتش عامله حسابي ان حضرتك هتجيلي مولت في نصاص الليالي عشان اشيلهم لك. معلش، اصل نسيت اكتب في قسيمه الطلاق اني عدى عليكي بلطه في نصاص الليالي. انت بتهزر يا انس؟ انا برضه اللي بهزر يا نجوى. مامي سيب بابي يدخل. مامي حرام لا يجيله برد. امشي انت وهي على اوضتك دلوقتي. حلو، يلا امشوا يلا. يا نجوى عشان خاطري، هما ساعتين زمن هتصرف في اي حاجه وهمشي ومش هنشوف وشي تاني. ما يبقاش قلبك اسود كده، ده احنا بينا عيش وملح. قلبي اسود، واعمل حسابك ان البيت ده ما فيهوش مكان غير ليا انا وبناتي وبس، ولو وقفت على ديلك يا انس مش هدخلك. ديلي؟ هي بقت كده يا نجوى؟ اه بقت كده يا انس. مامي نعم. انا مش عارفه انام. خشي نامي في اوضتك يا نادين وبلاش دلع. يا مامي انا بجد مش عارفه انام. هو تقريبا في نمله في شعري. نملة؟ يكونش قصدك أملة؟ تعالي وريني. ودي جاتلك منين دي؟ مش عارفه. في حد كان عندكم بيهرش في الحضانة؟ مش عارفه يا ماما. هي دي المصيبة، لو حد عرف من أولياء الأمور هتبقى مشكلة. هو يوم باين من أوله.
ما تعرفش؟ لا طبعا. انت اتجننتي؟ مش داخل. مش داخل، انت دخلت خلاص. يلا يلا قومي قدامي على الحمام عشان تاخدي شاور. يا مامي تخليها بكره الصبح. هو انا لسه هستنى لبكره الصبح؟ قومي يلا، ان شاء الله حتى احط لك دواء بكره بحميكي الصبح. يلا اتحركي. حاضر. يلا امشي قدامي. المحل ده فيه حاجات حلوه قوي، اكيد في حاجه هتعجبك. كويس انك جيتي معايا. انا تقريبا عمري ما اخترت هدوم لوحدي يعني. دايما كان في حد بيساعدني، وانت كنت بتعملي كده زمان. ادخل. مساء الخير. بابي المحل ده وحش، كل الهدوم ما فيهاش صور. بنت مش عايزه كلام كتير. نور والنبي روحي شوفي لي بدله سودا هناك وخدي اختك معاكي، بس اياكي تلعبي في حاجه، انت فاهمه؟ حاضر. خدي امسكي البدله دي. انا مقاسه مظبوط. استنى اما اشوف لك كرافات. دي تبقى حلوه. يلا قيس دول لغايه ما اشوف لك جزمه. حاضر. الو. اي ريكو، هو انت لسه صاحيه ولا ايه؟ لا صحي من شويه، بس مش قادره اتحرك من مكاني خالص. حاسه تعب الاسبوع كله طلع على النهارده. معلش يا حبيبتي. بقول لك ايه، ما تقومي تنزلي كده نغير جو. ماشي، هنروح فين؟ البارك الجديده دي اللي خوتونا بيها، انا اخده الولاد معايا. قومي يلا، قومي هننبسط سوا. طيب اسبقيني انت والولاد وانا هفطر بابا اطمن عليه واحصلكم. ماشي ما تاخريش، هستناكي هناك. باي. حلو كده صح؟ اه حلو. حلو عليك. ميرسي. البس بقى الكرافات وهشوف لك جزمه. شكرا. يلا يا وحش، همتك بقى، انزل خش عليه بقلب جامد. مش عارف ليه انا مش مطمن للي احنا بنعمله ده. هو احنا لسه عملنا حاجه يا معلم؟ ايوه يعني احنا رحنا له فيلا وما لقيناهوش. ليه شغل حلق حوش ده؟ ده بدل ما تحمد ربنا يا انس ان البواب طلع ابن حلال وادانا عنوانه ودلنا على مكانه هنا في النادي. ما هو انا مش متخيل هحلق عليه ازاي في الملعب عشان يمضي يعني. يا سيدي هو انت ضامن انك تنزل الملعب تلاقيه بيلعب؟ ما وارد يكون مخلص لعب واخد بريك. طب افرض ما لقيناهوش ولا هنا ولا هنا، هنعمل ايه؟ يا سيدي ما تقطعش يا انس، خليك متفائل. وبعدين اللي دلنا عليه هنا يدلنا عليه في اي داهيه سودا تانية. المهم انه يمضي العقد، يمضي. انجز بقى، خف نفسك ويلا عشان يمضي. يلا يا انس يلا يلا. استاذ جلال، استاذ جلال. انس خليك شويه اجيلك. انا اسف يا استاذ جلال، انا جيت لحضرتك من غير ميعاد. بس حصل معايا موقف زباله، قصدي موقف وحش قوي مش هيخرجني منه الا حضرتك. موقف ايه ده بقى؟ اليوم اللي كنت جاي لحضرتك فيه بالعقود اتثبت، طلع عليا 2 بلطجيه. انا داخل ايه باللي انت بتقوله ده يا انس؟ انا اسف والله، انا كنت جاي لحضرتك عشان ايه؟ بص يا استاذ انس، تفتكر انا بقيت جلال حرب ليه؟ انا اقول لك، انا بقيت جلال حرب عشان عارف كويس قوي افرق بين ظروف الشغل والظروف الخاصه، واللي عايز يبقى بروفيشنال بجد ما ينفعش يدخل الاتنين في بعض. طبعا يا فندم طبعا، انا والله غصب عني، هو الموضوع جه مفاجاه. اللي حصل ده استهتار من حضرتك. ازاي عقود مهمه زي دي تضيع منك؟ امال لما يحصل بينا شغل هيحصل ايه؟ لا يا فندم لا، انا يعني هو ده حاجه كده حصلت فجاه، بس انا عامه ملتزم ودقيق جدا في شغلي. طيب يا استاذ انس، كلم السكرتاريه ياخد منهم ميعاد تاني، بس ما تكلمهمش قبل يوم الاحد. يعني
ينفعش نمضي دلوقتي؟ ها يا وحش طمني، عملت ايه؟ اداهم لي جامد قوي يا فاروق. ده كان فاضل سنه وضربني بالنار. ليه يا عم؟ انت قتلت ابوك؟ انا عارف بقى. اخر حاجه قالها لي من تحت ضرسه هكلم الشركه اخد ميعاد تاني يوم الاحد. لا طب ما ده كلام كويس اهو يا انس. بص يا انس، اللي زي جلال حرب ده لازم يعيش الدور ويعمل الشهادتين بتوعه. المهم انه وافق انك تروح الشركه وتمضي العقد. ايوه هو وافق يقابلني بس ما وافقش انه يمضي العقد تاني. انت هتموتني على فكره. يعني انت عايز تقنعني انه وافق يقابلك تروح له الشركه وفي الاخر هيقول لك لا مش همضي؟ هيمضي اكيد يا انس، هيمضي. تفتكر؟ ان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل، اطمن هيمضي. بس الديل ده لو راح مني انا مش عارف رؤوف هيعمل فيا ايه. لا ما تقلقش، مش هيروح وهتمضي العقد وبكره تقول فاروق قال. يا رب خير. يا اروحك بقى. فين؟ بيتنا؟ انت مش مروح البيت ولا ايه؟ ما اعرفش. مالك يا انس، في ايه؟ انا من ساعه ما شفتك الصبح وانت متلخبط كده مش على بعضك، في حاجه مغيراك. طب اسمع، تعالى نقعد في اي مكان نشرب لنا كوبايتين قهوه، انا عازمك يا سيدي، وهو ندردش مع بعض ونفضفض شويه، ماشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ها نام؟ اخيرا الحمد لله. الحمد لله. انا هعمل زيه بالظبط. حط راسي على المخده وانام زي القتيل. تعمل ايه؟ انت هتنام؟ مش لما تخلص اللي وراك الاول؟ ورايا ايه تاني؟ انت لازم تطلع شهاده ميلاد للولد عشان تطعيماته. حاضر حبيبتي، هنزل حالا دلوقتي في نص الليل اعمله شهاده الميلاد. حاضر. انت بتهزر يا انس؟ انا برضو؟ طب انت معاك بطاقه اصلا عشان تطلع شهاده ميلاد ليه؟ ايه بقى اللي يثبت ان هو ابنك؟ حاضر حبيبتي، هروح الصبح اعمل محضر. يا سلام، وتاخد لها بقى اسبوعين عقبال ما البطاقه تطلع والولد يقعد لقيط كده كل الفتره دي وتطعيمات تروح عليه. لقيط؟ جبتيها منين لقيط دي؟ اعمل لك ايه يا اميره؟ انت كلمت انكل؟ لا طبعا، هو ناقص تقطيم؟ طب ما تكلمه، انت المفروض من الاول كنت تكلمه. عارف هيطلع لك البطاقه وانت قاعد في البيت ويكلم لك اي حد من معارفه بخصوص العربيه. بصراحه بقى ما كنتش عايز اكلمه، لان ما كلمت ماما كان صوتها مش حلو وبتقولي ان هم في مشاكل من الصبح والدنيا متكهربه عندهم. طب ما تكلم طنط وتشوفوا موده عامل ايه وهو تحكي له على اللي حصل. اكلم طنط منين؟ هو انا معايا تليفون؟ يا سيدي انا معايا، كلمها من تليفوني. ايه اتفضل اتفضل. مش باين لها نومه. ايه يا ماما؟ ايوه يا انس. ازيك حبيبي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. مال صوتك؟ حصل حاجه تانية؟ اسكت يا انس، النهارده عدى علينا يوم ما يعلم بيه الا ربنا. في ايه يا لاتين؟ معلش يا راجل باشا تعبينك معانا، بس انا عارف ان مفيش حد غيرك يقدر يخلص الموضوع ده. تمام تمام. لا انا هقفل وهبعت لك كل البيانات على الواتساب. الف الف شكر، مع السلامه. اللي هو راجل ده راجل خدوم جدا، وما دام قال هيرجع العربيه يبقى هيرجعها. يا رب يا انكل. مش عارف اشكر حضرتك ازاي. انا عايزك تروح له الصبح، هيطلع لك البطاقه وانت واقف، وانا هبعت لك العنوان. طبعا، هروح له من الصبح بدري. مش قلت لك يا انس انكل نبيل هيخلص لك كل حاجه؟ ولو حصل حاجه تاني بعد كده لا قدر الله يعني تكلمني على طول يا انس، ما تنساش. انا ما حبيتش بس ان ادوش حضرتك، انا اسف. انت ابني يا انس. السلام عليكم. جميلة أوبا. أظن أنا كده عداني العيب. جميلة ضاعت منك مرتين، لا وإيه؟ في يوم واحد، وأنا اللي رجعتها لك. عاوزك تركز بقى يا نبيل بيه عشان التالتة تبدأ. ومين قال لك إن أنت هتشوفها تاني من أصله؟ أنا
محدش يقدر يمنعني ان انا اشوف بنتي. ولد اهدوا يا جماعه وصلوا على النبي. في الاخر احنا عيله واحده، والمهم ان جميله رجعت بالسلامه يعني. قولي لي يا جميله، انت كنت فين كل ده؟ انت اكيد جعانه دلوقتي، تعالي عشان اجهز لك العشاء. لا شكرا، اتعشيت. اتعشيتي مع مين؟ اتعشيت مع سوبر. باي باي يا جميله، اشوفك قريب. ها؟ وانا هستناك كده من غير حضن. خدي بالك من نفسك. استنى اكرم، خدني في سكتك. باي يا انس. باي يا ماما. باي يا كيكو. باي. باي يا جميله. يا فاروق. ايه يا انس؟ لقيت العقد بتاع جلال حرب. معقوله؟ ازاي ده؟ عربيتي رجعت لي ولقيت فيها العقد. اه. مالك في ايه؟ لا مفيش، اصل سامح لسه ماضي مع جلال حرب، ووثق العقود ورجع بيها على المكتب من نص ساعه. وسامح ماله مال جلال حرب؟ هو فين؟ استنى بس، اهدى، تعالى بس، تعالى هفهمك، اهدى. انت ازاي تعمل كده؟ اعمل ايه؟ المكتب كله عارف ان جلال حرب العميل بتاعي. طب ما هو المكتب برضه كله عارف ان انت اللي ضيعت العقود، صح؟ نسيب احنا بقى عميل مهم زي ده عشان انت مهمل ومش عارف تحافظ على شغلك؟ اديني لقيت العقد وهشتغله غصبا عن عينك. يا انوس يا حبيبي، هرد لك خلاص. انا مضيت العقود ووثقتها، وبتهيالي على ما اظن يعني انه مفيش اتنين ينفعوا يمسكوا حافظه واحده. هو ايه ده الاتنين؟ الورق اللي معاك ده تبل وتشرب ميته. ما تعليش صوتك يا حبيبي، انا لحد دلوقتي بتعامل معاك بذوق وبادب. ذوق يا حرام، ده يا أنس، نزل ايدك واحترم نفسك. انا بكلمك اهو. ايه اللي بيحصل؟ انتوا ايه؟ انتوا فاكرين نفسكم في الشارع ولا ايه؟ انت وهو ورايا على المكتب. أنا فاهم إن الأكاونت ده يستاهل المعافرة اللي حاصلة بينكم، بس ما صحش إن أنا ألاقي اتنين من الموظفين بتوعي واقفين يتخانقوا جوه الشركة ويلموا الناس حواليهم. اتصرف بقى معاكم إزاي دلوقتي؟ انا كنت بدافع عن حقي يا فندم. الناس كلها في الشركه هنا عارفه ان الاكونت ده بتاعي بما فيهم حضرتك. يبقى هو ينط لي على شغلي ليه؟ مستر رؤوف، حضرتك أستاذي، وحضرتك اللي معلمنا إن الحياة فرص، وهو لما جات له الفرصة ضيعها بإهماله، وحضرتك أكيد ما كنتش هتبقى مبسوط لو جلال حرب راح مننا. وادي العقد رجع وعليه يمضة الراجل. والمفروض كنا نستنى لحد ما العقد يرجع. خلاص انتهينا بقى من الحوار دوت. بصوا بقى الكلام النهائي انتوا الاتنين. أنس، أنت اللي جبت الأكاونت ده للشركة وده شيء يحسب لك، بس لو حد من المنافسين عرفوا حكاية العقود اللي ضاعت دي كانت الصفقة دي كلها هتطير مننا. وأنت يا سامح كنت مركز ومصحصح وانتهزت الفرصة وحافظت على الأكاونت إنه ما يطيرش من الشركة. ده بقى بيخلينا نقول كلمة الحق، أنتوا الاتنين هتشتغلوا على الأكاونت ده مع بعض. إيه؟ تحت أمرك يا فندم. الو، مساء الخير يا انكل. ازيك يا انس؟ ازيك انت واميره وهاني؟ الحمد لله يا انكل، كلنا كويسين. العربيه تمام والشغل تمام؟ الحمد لله، اشكرك. والله يا انس الحقيقه انا مقصر معاكم جدا انت واميره، يعني لا جينا لكم ولا باركنا لكم لحد دلوقتي، بس انت انا عارف الظروف. لا ما تقولش كده يا انكل، انا مقدر طبعا. حس كده بقى، انا قررت ان احنا نعزمكم على العشاء عندنا الليله دي، وبالمره نشوف النونو وجميله تلعب معاه. والله يا انكل انا كنت احب قوي طبعا، بس انا مزنوق قوي في الشغل اليومين دول يا انكل، لدرجه ان انا حتى واخد ملفات اهو معايا البيت اراجعها يعني. لا ربنا يقويك. خلاص تتعوض مره تانية. تصبح على خير. وانت من اهله يا انكل. انا ممكن اعرف ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ ممكن اعرف ايه اللي مضايقك دلوقتي؟ يعني بذمتك انت مش عارف ايه اللي مضايقني؟ لا مش عارف، خدت بالي بس ان مكالمتي مع انكل نبيل ضايقتك في حاجه. برافو عليك، طلعت ذكي اهو. في ايه يا امير؟ انا برضو اللي فيه ايه؟ انا لغايه دلوقتي مش مصدقه اللي حصل. يعني ايه طنط وانكل نبيل لغايه دلوقتي ما يجوش يباركونا على هاني؟ ده حتى اخواته البنات جم باركونا،
لا وكمان عايزيننا نروح نسلي جميله. هو في ايه بالظبط؟ الموضوع مش كده خالص يا امير، هي بس هو انت ظروفهم. بتقعد تبرر ليه؟ انا نفسي افهم. ما ابويا وامي هم جم اسكندريه يباركوا لنا وعملوا الواجب وربنا اعلم بظروفهم. والله العظيم الموضوع مش كده. انت لو تعرفي ماما قد ايه بتحب هاني ما تقوليش الكلام ده. ما حدش بيحب حد لسه ما شافوش. ايه بتعملي ايه؟ عايزه اقعد قدام. ليه يا حبيبتي؟ ما انت طول الطريق قاعده ورا. ماليش دعوه، انا عايزه اقعد قدام عشان اشوف الطريق. يا حبيبتي طنط اميره وهاني هي يقعدوا هنا. طب هما 2 يقعدوا ورا، انا واحده اقعد قدام. كل ده جاي على الطريق؟ ازيك يا نادين؟ الحمد لله. يلا يا طنط بقى اركبي انتي والنونو عشان ايه ما نتاخرش على الدكتور. اقعدي ورا انت وهاني يا حبيبتي عشان امن الاطفال. ماشي. ثواني لما اركب. طيب الولد عامل ايه دلوقتي؟ مولع نار. معلش ربع ساعه نبقى في العياده. اصل اضطريت اجيب نادين من الحضانه عشان هتكشف هي كمان. ليه خير؟ مالك يا نادين؟ مامي بتقول اني دايخه. مامي بتقول اتفضلي يا استاذه نادين. تعالي يا حبيبتي. طمني يا دكتور، طمني. لا موضوع بسيط، حراره عاديه نص درجه بس، ما تقلقيش. نص درجة ومولع كده؟ واضح ان هو ده اول بيبي ليكو. ده اول بيبي لطنط اميره، بس انا نمبر 2 عند بابي. ايوه فعلا اول بيبي ليا انا واميره. طيب على العموم انا كتبت له هنا خافض حراره، هياخد منه دلوقتي وبعد كده عند اللزوم. ليه يا دكتور؟ طب ما تديله زي الحقنه اللي انت كنت بتديها لنا في النيرسري. حاضر يا ست نادين، هديله حقنه بس مش زي بتاعتك، حقنه تانية. انتوا عارفين جدول تطعيماته؟ لا. طيب وانتوا خارجين بره عند السكرتيره هتلاقوا جدول التطعيمات من اول الولاده لحد اخر تطعيم، خدوه منها. طب هو انا ممكن اخد شويه سويس لهاني لان هو حرام صغير مش هيعرف ياكلهم؟ لا كفايه سويتس عشان سنانك. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك، ما بتديش هنا تطعيمات عندك في العياده؟ طبعا بدي تطعيمات في العياده، بس تطعيمات الحكومه بتهيألي تاخدوها في الصحه احسن. انا عايزه اسال بس، هو ما فيش اي سوائل حضرتك تكتبها له غير اللبن واليانسون والحاجات دي؟ هو انا مش هكشف يا دكتور ولا ايه؟ تعالى يلا. ما تصبري طيب يا نادين. لا مش خلاص هاني خلص، يبقى تعالى اكشف عليا يا دكتور. تعالي. ايه بتعملي ايه؟ عايزه اقعد قدام. ليه يا حبيبتي؟ ما انت طول الطريق قاعده ورا. ماليش دعوه، انا عايزه اقعد قدام عشان اشوف الطريق. يا حبيبتي طنط اميره وهاني هي يقعدوا هنا. طب هما 2 يقعدوا ورا، انا واحده اقعد قدام. كل ده جاي على الطريق؟ ازيك يا نادين؟ الحمد لله. يلا يا طنط بقى اركبي انتي والنونو عشان ايه ما نتاخرش على الدكتور. اقعدي ورا انت وهاني يا حبيبتي عشان امن الاطفال. ماشي. ثواني لما اركب. طيب الولد عامل ايه دلوقتي؟ مولع نار. معلش ربع ساعه نبقى في العياده. اصل اضطريت اجيب نادين من الحضانه عشان هتكشف هي كمان. ليه خير؟ مالك يا نادين؟ مامي بتقول اني دايخه. مامي بتقول
اتفضلي يا استاذه نادين. تعالي يا حبيبتي. طمني يا دكتور، طمني. لا موضوع بسيط، حراره عاديه نص درجه بس، ما تقلقيش. نص درجة ومولع كده؟ واضح ان هو ده اول بيبي ليكو. ده اول بيبي لطنط اميره، بس انا نمبر 2 عند بابي. ايوه فعلا اول بيبي لي انا واميره. طيب على العموم انا كتبت له هنا خافض حراره، هياخد منه دلوقتي وبعد كده عند اللزوم. ليه يا دكتور؟ طب ما تديله زي الحقنه اللي انت كنت بتديها لنا في النيرسري. حاضر يا ست نادين، هديله حقنه بس مش زي بتاعتك، حقنه تانية. انتوا عارفين جدول تطعيماته؟ لا. طيب وانتوا خارجين بره عند السكرتيره هتلاقوا جدول التطعيمات من اول الولاده لحد اخر تطعيم، خدوه منها. طب هو انا ممكن اخد شويه سويس لهاني؟ لان هو حرام صغير مش هيعرف ياكلهم. لا كفايه سويتس عشان سنانك. طب انا كنت عايزه اسال حضرتك، ما بتديش هنا تطعيمات عندك في العياده؟ طبعا بدي تطعيمات في العياده، بس تطعيمات الحكومه بتهيألي تاخدوها في الصحه احسن. انا عايزه اسال بس، هو ما فيش اي سوائل حضرتك تكتبها له غير اللبن واليانسون والحاجات دي؟ هو انا مش هكشف يا دكتور ولا ايه؟ تعالى يلا. ما تصبري طيب يا نادين. لا مش خلاص هاني خلص، يبقى تعالى اكشف عليا يا دكتور. تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا عندي ميعاد مع مستر جلال حرب. بس هو في ميتنج دلوقتي. ايوه ما انا كنت المفروض ابقى في الميتنج ده. مش معاه استاذ سامح من بلاتينيوم ايرو؟ طيب ثانيه واحده. ايه سلمى؟ اتأخرت يا أستاذ أنس. اسف والله يا مستر جلال، العربيه عطلت مني وانا جاي لحضرتك. ما انا قلت لك اركب معايا يا انس. اتفضل اقعد. الأستاذ سامح قدم لي البيزنس بلان وأنا الحقيقة شايف إنها كويسة. أنت في عندك حاجة جديدة هتقدمها لي؟ ايوه يا فندم، ثانيه واحده. دي تفاصيل البيزنس بلان بتاعتي، مبنيه على فكره ان احنا نشتري اسهم من الشركات الجديده اللي متوقع ان يبقى ليها تواجد كبير في السوق في الفتره اللي جايه، زي مثلا جلوبال سيز والمشرق الجديد، ودي شركات المفروض ان الارباح هتنط نطه كبيره قوي الفتره اللي جايه. ايوه بس دي شركات جديده والريسك بتاعها بيبقى عالي جدا. ايوه يا فندم، كل المؤشرات بتقول ان هم ماشيين في السكه. كمل وجهه نظرك يا استاذ سامح. الصراحه انا مش مع الكلام ده خالص يا جلال بيه. مش عشان هم شركات جديده بس، لا، لان في شركات جديده وبتبدا في البورصه باول نزولها وبيبقى ارباحها عاليه جدا، انما دول بقى لهم شهرين وارباحهم ملاليم. يا فندم انا عامل الدراسه بتاعتي كويس جدا. خلاص سيبك منهم. صدقني يا فندم احنا ضيعنا فرصه كبيره لو ما استثمرناش معاهم. انا مش هجرب في حاجه مش كسبانه. وبعدين كلام زميلك بيقول ان هم بقى لهم فتره في السوق وما حققوش اي ارباح. انا موافق على البيزنس بلان اللي اتقدمت. هو انتوا مش مجهزينها سوا ولا ايه؟ لا الحقيقه لا. ازاي الكلام ده؟ هو كل واحد ليه طريقه تفكير مختلفه، فبالتالي كل واحد بيحط فكره في البيزنس بلان وبنديها لحضرتك وحضرتك تختار انهي واحده تناسبك اكتر. انتوا المفروض شركه واحده، اللي بتعملوه ده اسمه تخبط. لا خالص يا فندم، دي خدمه اضافيه مقدماها الشركه بتاعتنا للعملاء المميزين، والعملاء المميزين اللي زي حضرتك لازم يبقى عندهم اكتر من اوبشن. طيب بعد كده لو سمحتوا تقدموا لي ورقه واحده بس. انا ما بحبش اضيع وقتي. انا بشتغل معاكوا عشان تشاوروا لي على الصح وبس. مفهوم يا جلال بيه، وباذن الله لما حضرتك تجرب البيزنس بلان بتاعتي وتشوف ارباحها هتعرف ان الشغل مع شركتنا مريح جدا وملوش غير طريقه شغل واحده بس. تمام، شرفتوا. الشرف لينا. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك يا حبيبي؟ هو انت لسه نايم ولا ايه؟ لا صح اهو صح. ما قلتوليش ليه اخدكم من المحطه؟ محطة ايه؟ هو انت عارف تفتح عينيك؟ وبعدين طنطك امل معاها على البتاع اللي على الموبايل ده خصم 50%. واضح ان طنط بقت بتستعمل الموبايل جامد قوي. ايوه، امال هنقول قالوا وخلاص؟ مش لازم نجاري الجو زيكم. دي فريده. ايوه يا حبيبه ماما. ايوه لسه واصلين حالا انا وخالتك عند انس واميره. يلا بسرعه كده ما تكسليش، مش هنفطر غير لما تيجي. هي اميره لسه نايمه؟ صحيح دلوقتي بس عشان هاني كان مسهرنا طول الليل. ليه ماله؟ لا الحمد لله، شويه سخونه راحوا لحالهم بس. ما شاء الله. اهلا اهلا، ايه القمر ده؟
الحمد لله على السلامه ماما. الله يسلمك يا حبيبتي ماما. وريني الواد ده طالع عسل لمين كده. ليكي طبعا. يا اختي حبيبه ماما، حبيبه ماما، حبيبتي. ولي شوفي تيتا، مين تيتا؟ عايز ينام. اتفضل. يا ماما. صباح الخير يا انس. ازيك يا حبيبي؟ بقول لك انا اتفقت مع انكل نبيل ان احنا هنعدي عليكم النهارده عشان نشوف هاني. اشمعنى النهارده؟ يعني انا قلت فرصه الدنيا فاضيه وبعدين انكل نبيل. هو في مشكله حبيبي؟ لا مفيش مشكله ولا حاجه. حضرتك بس كنت قلت لي بكره عشان ميعاد الرؤيه بتاعت اكرم وجميله. لا ما احنا هنستنى لغايه لما هو يجي ويشوف جميله وبعدين نجي لكم. ماشي يا ماما، تنوروا في اي وقت يا حبيبي. ماشي يا حبيبي. يلا مع السلامه. سلام. معلش استاذن حضرتك دقيقه واحده. اتفضل. حبيبي حبيبي حبيبي. ماما امسكي بس كده. هاتي تعالي يا حبيبي. تعالي لتيتا، تعالي لتيتا. حبيبي حبيبي حبيبي. يغدي على الجمال، يغدي على الحلاوه. في ايه؟ ماما وانكل نبيل جايين النهارده. اشمعنى النهارده؟ هما متفقين مع بعض ولا ايه؟ أنس، ما تجيبي البنات بكرة يقضوا معانا اليوم. مش هينفع حبيبتي، انا وعدهم بخروجه السينما دي من زمان وكل شويه تتاجل. فرصه بكره اجازه، الدنيا رايقه شويه. طب ما كده أنا وهاني هنقعد لوحدنا في البيت. لوحدكم ازاي يعني؟ ما طنط منورانا اهو. ما هي ماما مش هتفضل قاعدة معايا يا أنس، وأنت طول الوقت بره البيت. بصراحة بقى أنا عايزة واحدة تيجي تساعدني في شغل البيت. اهلا يا بشاير. حماتي هلت من اولها كده. على فكرة ماما عايزة راحتي وراحتك، وكمان هي قالت إن عندها بنت كويسة أوي في اسكندرية. ودي هنقعدها فين دي؟ وندفع لها كام؟ منين يا اميره؟ ما انت عارفه كويس قوي ان اللي داخل على قد اللي خارج. يا سيدي ما أنا أكيد هرجع شغلي لأني هزهق من قعدة البيت، وأنا هبقى أدفع لها مرتبها بس لما أنزل الشغل إن شاء الله. اميره انت عارفه كويس قوي ان اللي بتقوليه ده خيال علمي. احنا اصلا ميزانيه البيت عاملينها بمرتبك ومرتبي ويا دوبك مكفي. وهاني شرفنا، ربنا يخليه لينا كمان. وإيه الحل؟ انا مش شايف ان في مشكله عشان نبقى بندور على حل. نستنى على موضوع الشغاله ده شويه بس. على فكرة أنت ممكن تساعدنا في كل حاجة، بس أنت اللي مش عايز. ازاي يعني؟ معايا حاجه وحشه عنكم؟ مش معاك في جيبك بس معاك في جيب غيرك. يعني ايه؟ ورثك يا أنس، ورثك اللي عند أنكل نبيل وسايبه مش عارف أوله من آخره. حقك ده ولا مش حقك؟ انت عايزاني اروح للراجل اللي محافظ لي على ورثي من ابويا بقاله سنين وبيكبرهولي اقول له معلش اصل الفلوس اللي بتديهاني في الشهر دي مش كفايه، رجع لي فلوسي؟ وهو بيبقشش عليك من جيبه يعني مثلا؟ ما هو في الأصل ده ورثك وحاجتك، حقك يعني يا أنس. انا اسف يا اميره، ما ينفعش. ليه بقى ما ينفعش؟ لان الورث مش فلوس بس، الورث علاقات كمان. انا ما اقدرش اقيد ابو اخواتي عشان فلوس. اصبري بس شويه. لو مشي الموضوع بتاع جلال حرب هتتظبط. ادعي لي انت بس، وانا هجيب لك 3 بنات وسفراجي وجناين يزرع لك البلكونه والسطوح. هتاكلوا هنا بقى احلى كبده وسجق اكلتوها في حياتكم. مش بعيد تدمنوها زيي. واسمع ان انتوا اتسرسبتوا ورا نجوى وجيتوا تاكلوا من ورايا. اوعوا. بابي كبده وسجق ايه بس؟ انا كنت عايزه بالكومبو برجر. يا بنت ما تبقيش فقريه. الكومبو هنا كبده ومخلل، هينسيكي كل الكومبوهات اللي اكلتيها في حياتك. بصراحة يا بابي ريحة حلوة قوي. هي الريحه دي اللي حببتني فيها من 25 سنه وفضلت مضمونه من ساعتها. بس طبعا العربيه ما كانتش كده، كانت عربيه كبده قد كده. ولسه فاكر يا بابي من 25 سنة؟ كتير صح؟ بس هي الدنيا كده، في حاجات بتكبر معانا تفضل جوانا طول العمر، وفي حاجات تانية لما بنكبر بننساها. يا بابي انت ليه محسسني ان انت بتتكلم عن قصة حب مش كبدة وسجق؟ هو الكبده ايه والحب ايه يا بنتي؟ ما الاتنين واحد. ده ازاي يعني بقى؟ خليني احكي لك حاجه كده. وانا صغير حسيت كده بمشاعر غريبه تجاه بنت في مدرسه ثانوي جنبنا. كنت هموت واقابلها واقول لها اللي جوايا. قلت ما بدهاش بقى.
في يوم رحت نطت من فوق السور، مفيش رجلي لمست الارض من هنا، والمدرسين والفراشين اتلموا عليا ورقعوني حته علقه معلمه لحد دلوقتي. يا عيني يا بابي، هو انت اتضربت؟ اما انا كنت صغير بقى انا دي، مش كده يعني. طب هي يا بابي والبنت عملت ايه؟ ولا حاجه، قعدت تتفرج عليا. طب وانت عملت ايه؟ ولا حاجه، اتجوزت امكم. وقصه الحب خلصت على كده؟ هي فين قصه الحب دي؟ وانا حقيقة اكلمها ولا اقول لها حاجه اصلا عشان يبقى في قصه حب؟ وما حاولتش تكلمها تاني؟ غالبا العلقه اللي خدتها طيرت اي مشاعر كانت موجوده في قلبي يا نور. لا سوري يا بابي، انت كده ما كنتش بتحبها. عندك حق، يمكن لو كنت جربت تاني وتالت ورابع كانت المشاعر استوت كده على نار هاديه وكان بقى في حاجه مهمه يعني. بس انا استسهلت ورميت ورايا زي الكبده كده يا نادين، اديها فرصه واثنين وثلاثه ويمكن تلاقي نفسك بتموتي فيها زي بابي. ايوه بقى ايوه بقى، يعني الكبده دي فيها حب؟ الكبده دي الحب كله. ابتدي بالكبده ها؟ يلا بالهنا والشفا. برافو عليك يا انس، ده انت طلعت خبير بورصه بجد. اشكرك يا فندم، ده توفيق من عند ربنا. هو في الحقيقه انا بحب شغلي قوي وما اقولش على حاجه غير لما اكون دارسها كويس جدا. يا ما هو باين. الحقيقه الخطوه دي بينت تقييمي ليك اكتر. كتر خيرك يا فندم. انا مش عايز الموضوع يبقى كلام وبس، انا عايز استفيد من نظرتك وخبرتك بشكل اكبر. انا تحت امرك. انا الفتره اللي جايه دي ناوي اتوسع اكتر في السوق واضاعف استثماراتي، وده هيتطلب دراسات اكتر علشان اقدر على اساسها اعرف انا رايح فين. تمام. وعلشان يبقى تمام انا محتاج شخص زيك احط ثقتي فيه واسمعه وانا مغمض عيني. دي ثقه كبيره قوي يا فندم، انا مستاهلهاش. شوف يا استاذ انس، انا راجل بقالي سنين في السوق واقدر اعرف كويس قوي الشخص الشاطر اللي عنده ضمير من الشخص الحلنج النصاب. انا عايز التواصل الفتره اللي جايه دي يبقى بينا بشكل مباشر، انا مش عايز اضيع وقت. اديك شايف اللحظه بتفرق قد ايه وبيحصل فيها ايه. اكيد يا فندم. هو انت مرتبك قد ايه يا انس؟ انا مرتبي ثابت 3000 جنيه بس غير عمولات طبعا. طيب انت هتفضل زي ما انت في شركتك، والشغل اللي هيحصل بينا ده ليه حساب تاني خالص. انت مرتبك عندي هيبقى 7000 جنيه. انت كتير قوي يا فندم. ده مش كتير على اللي هتعمله. ربنا يقدرني وابقى عند حسن ظن حضرتك. انا متاكد. انا عايزك وانت خارج تعدي على السكرتاريه، هصرفوا لك شهر مكافاه على المجهود اللي انت عملته الفتره اللي فاتت. الف شكر يا فندم. وهتديك كمان دعوه لحفله نعملها بكره بمناسبه التعديل الاخير لهيكل شركاتي، لازم تحضر. ان شاء الله هاجي يا فندم. بعد اذن حضرتك. شرفت يا انس. اتفضلي. ده ايه ده يا انس ده؟ دي النفقه بتاعت الشهر الجاي. ايه ده والله؟ مستعجل كده ليه؟ لا ابدا، الامور اتظبطت عندي في الشغل وخدت مكافاه حلوه. قلت اجيب لك النفقه بدري عشان اعوضك عن التاخير بتاع الشهر اللي فات. طب كويس، مقبوله منك ومبروك. الله يبارك فيكي. ادعي لي بقى. ربنا يكتب لك اللي فيه الخير يا رب. امين يا رب. مش محتاجه حاجه مني قبل ما امشي؟ لا خالص، متشكره قوي يا انس، ميرسي. العفو. مع السلامه. ازيك يا استاذ انس؟ ازيك يا انسه ريهام؟ صحيح مبروك على البيبي. الله يبارك فيكي، عقبالك. ميرسي. بعد اذنكم. مع السلامه يا انس، باي. والله ما فيش حاجه، ده انس. ايه؟ ازيك؟ صدفه ولا بتدور عليا؟ اعتبره قلب الام يا سيدي. ازيك يا معلم؟ ماشي يا ست ماما. انس يبقى خال جميل. احب اعرفك بقى بياسين، مديري في الشغل الجديد. انتوا اكيد قابلتوا يعني يوم الحجز والبوكس والحاجات دي. هو ده يوم يتنسي؟ احلى يوم في حياتي. ها انت كنت قريب من هنا ولا في مشوار ولا ايه؟ لا يا سيدي، كنت في الحضانه بدي النفقه لنجوى. معلش سؤال بس، نجوى اللي هي بتاعتنا بتاعت الحضانه؟ ايوه نجوى مديره الحضانه، وفي غيرها؟ تديها النفقه يعني كانت مراتك في يوم من الايام؟ ده انت بطل. بطل عشان كانت مراتي؟ لو عرفت بقى ان احنا كنا متجوزين 10 سنين هتقول ايه؟ لا اقول عليك عبيط. لا ما تزعلش مني معلش، بس بصراحه يعني المدام خلتني افكر جديا ان انا انقل من معادي خالص. طليقتي. بص انت مش هتصدق، هي غلبانه وطيبه بس هو مخها اللي صعب قوي. ده انت اللي راجل طيب. المهم خلوني اعزمكم على حاجه بقى النهارده لو سمحت. خدت النهارده اول واكبر مكافاه بعد 15 سنه شغل. فناوي تفرتكها بقى يا سيدي خلي الواحد يشبر على نفسه شويه. ماشي كده غدا بقى. انا موافق. طفس.
ايه دول؟ هو النهارده كام في الشهر؟ لا، ما احنا بعد كده هنقبض مرتين في الشهر. مش فاهمه. اسهم الشركات اللي قلت جلال حرب عليها ضربت في البورصه زي ما توقعت، والراجل من فرحته اداني 7000 جنيه مكافاه وقال لي هتبقى كل شهر. يا حبيبي الف مبروك، مش انا قلت لك ربنا كريم وهيرزقك؟ الحمد لله. واديت لنجوى كمان نفقتها مقدم، بتهيألي المبلغ ده يكفي عشان صبوع هاني وتعزمي اللي انت عايزاه. يا حبيبي ربنا يخليك ليا ويخليك لهاني. ويخليكم ليا. ويا ريت بقى لو تبقي تقولي لماما يعني ان الصبر حلو بيجيب نتيجه. حاضر. اي نجوى؟ ايوه يا انا، عايزاك بكره تعدي على نور في المدرسه ونادين في الحضانه بعد ما يخلصوا وتخليهم معاك لغايه بالليل. اشمعنى؟ عندي اجتماع مهم جدا في الاداره التعليميه وشكله كده هيتاخر. ايوه نجوى، بس انا كمان عندي حفله مهمه جدا بكره، ما ينفعش ما اروحش. طب وهتعمل ايه؟ مش فاهم. طب ما فيش غير ان هم يقعدوا مع اميره بقى. ماشي، ما هو مفيش حل غير كده فعلا. ماشي اتفقنا. سلام. ربنا يخليكي ليا طول عمرك جدعه. طلعالك. بتاعتك تبع جلال حرب؟ ما هو جلال حرب ده هو رئيس مجلس اداره الشركه المالكه بتاعه الحضانه وعنده مدارس تانية كتير. صدفه غريبه قوي. بس انت اصلا تعرفه منين؟ ما هو ده العميل الجديد اللي انا قلت لك عليه، اللي شغلي معاه خلاني ادفع لك النفقه بدري. بس قولي لي، هو ايه الجمال والشياكه دي؟ الحاجات دي ما بتطلعش غير في الحفلات المهمه ولا ايه؟ لا ابدا، حبيت اغير شويه، مع اني لو كنت عارفه ان انت هنا ما كنتش لبست الفستان ده. ليه؟ مساء الخير. معلش انا اسف اتاخرت عليكم شويه، بس الحقيقه قلت استنى لغايه ما كل الناس تيجي. في البدايه احب ارحب بيكم في الحفل السنوي لمؤسسه الفا. السنه دي عندنا مناسبه خاصه جدا، مرور 20 سنه على تاسيس الفا إديوكيشن والمدارس التابعه ليها. الحقيقه مجلس الاداره قرروا بالاجماع قرار مهم جدا انا حابب ان انا اقول لكم عليه. يتشرف مجلس اداره مؤسسه الفا انه يعلن تحويل كافه المدارس التابعه للمؤسسه الى كيانات تعليميه غير هادفه للربح، وده ان شاء الله من بدايه العام الدراسي القادم. الحقيقه القرار ده ما كانش سهل علينا، لكن ايماني الشديد انا ومجلس الاداره ان التعليم رساله ولازم يوصل لاكبر عدد من ولادنا بدون تربح. هو ده اللي شجعنا ناخد الخطوه دي، وبناء عليه هيتم طرح اسهم المؤسسه في اكتتاب عام علشان الكل يقدر يشارك في الرساله دي. اكيد الخطوه دي هتخلينا نعمل شويه تغييرات في الهيكل الاداري، بس الخطوه دي هتيجي واحده واحده واكيد هطلعكم عليها. أنس، ايه يا حبيبتي؟ أنت لسه بتحب نجوى؟ ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ أنس أنا عارفاك كويس قوي ومش محتاجة أقولك الكلام ده، أنا عارفاك أكتر ما أنت عارف نفسك. طيب طالما انت عارفاني قوي كده يبقى سؤالك مش في محله، ولو محتاجه اجابه جاوب انت بقى، ما انت عارفاني احسن من نفسي. أيوة عارفاك، وعارفاك من زمان، من ساعة ما كنا مع بعض في المكتب، وعارفة إن أنت بتحب نجوى حتى بعد ما اتطلقتوا لسه بتحبها. المشاعر ما بتداريش، أنا عارفة إن دي حاجة مش بإيدينا. أميرة، أنا بحبك، والله العظيم بحبك. من غير ما تحلف يا أنس، أنا متأكدة إن أنت بتحبني، بس عمر مشاعرك معايا ما هتبقى زي مشاعرك معاها. ليه؟ إيه اللي بيخليك؟ عشان دي الحقيقة، مش دي أول حب في حياتك وأم بناتك؟ طب ما أنت آخر حب في حياتي وأم ابني، وما ينفعش إن أنت تفكرني في حد بيشكك فيا. سيبك من اللي ينفع واللي ما ينفعش دلوقتي، اللي شفته بعناية النهارده في النادي أكد لي إن نجوى لسه جواك. إيه اللي شفتيه في النادي يا أميرة؟ نظرة عينيك اللي مش قادرة تنزل من عليها وهي مع جلال حرب،
انت ما كنتش حاسس بنفسك ولا ايه؟ انت مركز في كل كلمه وضحكه، ناقص تروح تقعد في وسطهم. انا فعلا كنت عايز اروح اقعد معاهم، بس مش في اللي دماغك ده خالص. جلال حرب ده عميل مهم جدا بالنسبه لي، وبعمل من وراه فلوس حلوه، فالطبيعي ان انا اروح اسلم عليه. انت ليه بتحاول تنكر حقيقه واضحه زي عين الشمس؟ انا واحده ست، عارف يعني ايه؟ يعني مش محتاجه ابذل اي مجهود عشان افهم اللي بيحصل قدامي. مخك مش قادر يستوعب ولا يستحمل ان في راجل غريب هيدخل حياتها. طبعا الموضوع ده صح مشاعرك تاني، اللي اعتقد ان هي ما نامتش من اساسه. شوف يا انس، انا مش بلومك، انا عارفه ان دي حاجه غصب عنك وما تقدرش تتحكم فيها، بس انا ليا عندك طلب واحد، يا ريت تتحكم شويه في المشاعر دي قدامي. اعتقد ده طلب بسيط، ولا ايه؟ نجم الشركة، نجم الشركة بدون منازع. العفو مستر رؤوف. أنا عايزك بقى تركز في الفترة اللي جاية دي قوي، لأن في كلام كده في السوق عن جلال حرب. كلام إيه؟ جلال حرب الراجل ده ما بيرحمش، ناوي يفتح شركتين جداد، الشركة الكبيرة منهم هيطرح أسهمها للاكتتاب. طب وإيه المطلوب؟ التاريخ. ايه التاريخ اللي هيطرحوا فيه الاسهم ديت؟ بكده نبقى اهدينا العملاء بتوعنا هديه غاليه قوي، الكوميشن بتاعها هيركبنا الريح. طب ودي اعرفها ازاي دي يا مستر رؤوف؟ بشطارتك، بشطارتك انت يا نجم. عايزك تلزق له كويس قوي لغايه ما تجيب لي منه الخبر اليقين. انا عارف طبعا ان جلال حرب دوقك العسل تمام ومظبطك، انا ما عنديش مانع انك تتبسط، بس يعني احنا برضو نتبسط معاك، ها ولا ايه؟ ماشي ماشي يا فندم. حاضر. عايز اسمع منك خبر قريب حلو قوي. حاضر. يلا. ماشيه معاك حلاوه، بقينا بنسيستم مع الريس وبنلعب على الوينجين. بس يا فاروق انا مستغرب قوي، جلال حرب يجيب الفلوس دي كلها منين؟ ده ولا اللي عنده مصباح ساحر يا اخي. يا عم احنا مالنا، رزقه ورزقنا. انا بقالي كام يوم اصل بدور وراه، من عيله عاديه خالص يعني ولا ورث سنده ولا نسب مثلا واقف في ظهره. امال جاب الفلوس دي كلها منين في السن ده؟ يا سيدي ان شاء الله يكون مخاوي الجن الاحمر، ربنا يزيده. ايوه يا اخي بس نفهم. نفهم ليه؟ انت عايز تفهم ليه؟ هو انت جهاز الكسب غير المشروع عايز تحاسبه يعني؟ يعني نبقى عارفين الناس اللي بنشتغل معاهم دول جايين منين يا اخي؟ ليه يا انس؟ انت ناوي تناسبه يعني ان شاء الله ولا حاجه؟ بص يا انس، انت كل اللي بينك وبين الراجل ده الشغل، يبقى تفتح مخك معاه وتركز في شغلك عشان الشغل ما بينكم يفضل رايح جاي، فاهمني؟ ده في حد بيكلمك على الماسنجر. ادم. خير. الو مين؟ الو. انكل ازي حضرتك؟ انا ادم زميل نور في المدرسه. معلش انا بكلم حضرتك على الماسنجر علشان مش معايا رقمك. خير يا ادم، في حاجه ولا ايه؟ انا كنت عايز اقابل حضرتك ضروري جدا. طب ما حضرتك ما كنتش عارف موضوع كريم ده غير لما انا حكيت لك. لا هو انت سبقت بس مش اكتر. انا متاكد ان احنا كنا استنى لحد بالليل كانت حكت لي. طب وحضرتك هتعمل ايه؟ بعمل ايه في ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ ازاي يعني؟ هو المفروض ان حضرتك بابا نور يعني، والموضوع ده يضايقك. يضايقني ليه؟ طالما مشاعر جميله وبريئه مفيش مشكله. مفيش مشكله؟ مفيش مشكله. لا طبعا في مشكله. اللي هي ايه؟ انكل انا
انا بحب نور. ودي مشكلتك انت بقى ولا مشكلتها هي؟ مشكلتنا احنا الاتنين، لان هي كمان بتحبني. ولو هي بتحبك زي ما انت بتقول، مالت لحد غيرك ليه؟ مش عارف. لا عارف. احنا حصل ما بينا مشكلة يعني، بس انا ما كنتش متخيل ان هي ممكن تسيبني وانها كمان تروح لحد تاني بالسرعة دي. وانت مشكلتك بقى انها سابتك ولا ان هي مالت لحد تاني؟ الاتنين. يا اخي ده انت طماع قوي. طماع؟ ما هو انت لما تدي نفسك الحق ان انت تروح لواحده تانيه وعايز بنت تستناك وما تسيبكش وكمان ما تملش حد تاني، انت مش بس طماع، انت اناني. مستغرب ليه؟ انا مش قلت لك ان نور بتحكي لي كل حاجه؟ ماشي يا انكل، بس اللي هي حكيته لك ده مش حقيقي. طيب وايه الحقيقه بقى؟ الحقيقة اني بحب نور، بحبها جدا كمان. ما حسيتش بحبي ليها ده غير لما شفت اللي اسمه كريم ده. ممكن انا عايز حضرتك تساعدني. طب ليه؟ بص يا ادم، انا اكبر منك بكتير وحبيت واتحبيت قبلك. دي الحاجه الوحيده اللي مش ممكن حد يساعدك فيها. انا مش عارف اعمل ايه. مش عارف ولا ما حاولتش؟ حاولت اكلمها بس هي ما رضتش تسمعني. حاول تاني وتالت ورابع، بس لو رضيت تسمع لك قول لها مشاعرك اللي من قلبك من غير تزويق. المشاعر الحقيقيه اسرع حاجه ما بين اتنين. طب ولو ما رضيتش؟ لو ما رضيتش بحاجه من الاتنين، يا مشاعرك مش حقيقيه يا هي بطلت تحبك. أنا آسف حبيبتي. اسف على ايه حبيبي؟ يعني شهد ونور في يوم واحد كتير عليك أنا عارف، بس ما كنتش أقدر أسيب نور مع نجوى بعد اللي حصل. يا حبيبي ده بيتك، يعني بيت بنتك وبيت اختك، وكمان هي فرصه اتعرف على شهد. دي من ساعه ما اتجوزنا ما سمعت صوتها غير مرتين ثلاثه بس في التليفون. اهي فرصه اتعرف عليها. وبالنسبه بقى لنور، انت عارف انا بحبها ازاي، والله بعتبرها زي بنتي. لا بنتي ايه، زي اختي الصغيره عشان ما اكبرش نفسي. مفيش حد عجوز في البيت ده إلا أنا. طب قولي لي هنعمل إيه في النومة؟ هنعمل ايه؟ يعني هننام إزاي يعني؟ ما تقلقش، ظبطتها. ماما هتنام هنا معايا، ونور وشادة هيناموا في الاوضه التانيه. ها؟ ها ايه؟ أيوه، مش ناسي حد يعني؟ هاني هينام معايا هنا انا وماما. هاني؟ انت بتعمل ايه؟ بشوف بس هطلع كام شبر عشان اطبق واترمي في اي حته. خص عليك، انا هعمل فيك كده برضو، ما تقلقش. مظبطه لك نومتك على الكنبه بره في الصاله. كنبه؟
كتر خيرك والله. انا اللي جبته لنفسي. طيب ناوليني بشكير بقى ادخل استحمى قبل ما اتكرش من الاوضه. بصراحه البشاكير كلها في الغسيل. معقوله يا اميره مفيش ولا بشكير في الدولاب؟ ما انت شايف يعني عددنا في البيت بقى قد ايه، وبصراحه بقى ماما بتحب تاخد دش الصبح وبالليل. يعني مفيش دش؟ ما تقلقش يا حبيبي، لا في دش. هجيب لك بشكير من بره. تقلقش مش هتأخر عليك. بتعملي ايه؟ عايزه اخد بشكير لأنس يا ماما. طب وبسلامته ما جاش ياخده ليه؟ ولا مستحلي مشورتك في الشقه رايحه جايه؟ يا ماما لسه راجع من بره ومهدود وتعبان، ايه المشكله يعني؟ والله طب يا حلوه يا ام 4 رجلين، طالما الموضوع على قلبك زي العسل خدي بقى غسيل كرسي انتي. ماشي. أنس حبيبي خلاص جبت لك البشكير. أنس أنس هو ايه اللي حصل بالظبط؟ فتحت عليه باب الحمام يا دكتور، كان بياخد دش لقيته واقع في الأرض. طب ما حاولتيش تاخديه توديه اقرب مستشفى يعمل اشاعه يعني ولا حاجه؟ أنا سندته بالعافية لغاية السرير. اصل النبي حرصه حلو ومتختخ. ان شاء الله خير. اتفضل يا دكتور اتفضل، خلينا نشوف. اتفضل اتفضل. والله انا مش عارف اقول لك حظك حلو ولا حظك وحش. ما طلعش مكسور؟ لا مكسور، بس رغم وزنه دوت الكسر واضح ومش محتاج نروح لمستشفى. يعني ممكن تطلع بسيطه؟ الكسر ما فيهوش بسيطه ومش بسيطه، الكسر يعني جبس وراحه. أكيد هيرتاح. ارتاح ايه بس يا اميره؟ مش هينفع يا دكتور، انا عندي ميعاد مهم جدا بكره في الشركه ولازم اروح. يا انس احنا في ولا في ايه دلوقتي؟ صحتك اهم على فكره. اهو صاحبك رد عليك اهو. معلش يا جماعه انا عارف انه مش هينفع، وبعدين انا مش معترض على الجبس، جبسني انا، بس عندي مشكله مع الراحه. الراحه في حالتك دي معناها علاج مش دلع. يا فندم ده بالنسبه لحضرتك، انما عندي في الشركه مش هياخدوها كده خالص. دكتور هو ما ينفعش يتحرك عليها خالص؟ الصح انه ما يتحركش عليها خالص. انت اخرك تمشي على عكاز او مشايه جوه البيت، وما ينفعش رجلك تلمس الارض خالص. تمام انا موافق، العكاز او المشايه، بس بدل جوه البيت هستعملهم بره البيت. معلش يا حبيبي الموضوع مش بالسهولة دي. معلش انا مش فاهم لحد دلوقتي يا اكرم انا ليه عملت كده. ايه اللي يخليني اروح لنجوى في ميعاد زي ده؟ ليه ما راحتش على طول يعني؟ ايه اللي يخليني احس ان انا لو ما قلتش الكلمتين اللي عندي مش هعرف انام؟ ده طبيعي يعني يا انس، انت جواك شويه انفعالات وكان لازم تخرجهم عشان تهدى. لا يا اكرم، الموضوع مش انفعالاته بس، بقالي مده كده حاسس بحاجه مش عارف افسرها، بالذات لما بشوفها مع اللي اسمه جلال حرب ده بتغاظ. في الاول كنت بقول لنفسي انت مالك يا واد، ما تسيب اللي يقعد يقعد واللي يمشي يمشي، ايش دخلك انت؟ يعملوا اللي هم عايزينه. بس كان كل مره بشوفها مع جلال حرب بتغاظ قوي يا اكرم، بحس اني عايز ادخل على جلال ده اقطعه باسناني وامسكها من شعرها ولا امشي قدام على البيت. تمام، واضح كده ان اميره عندها حق، انت لسه بتحب نجوى. تفتكر؟ بالتالي مش ده السؤال المهم دلوقتي ندور على اجابته، في سؤال اهم. ما دام انت لسه بتحب نجوى ليه ما كملتش معاها؟ ما اعرفش يا اكرم، يمكن عشان مش زي بقيه الرجاله، ما بقولش اني ملاك، بس ما كانش ينفع ان انا اجبر نجوى انها تعيش معايا وهي شايفه ان احنا ما ينفعش لبعض. يمكن كانت مش شايفه كويس، يمكن لو كنتوا قعدتوا واتناقشتوا كانت كملت. نجوى عمرها ما كانت من النوع اللي بيسيب الباب موارب للنقاش، دايما رايها هو اللي صح واي حد تاني غلط. ايوه انس، بس انت مش اي حد، انت جوزها. ما دي المصيبه يا اكرم، هي ما كانتش شايفه كده، هي كانت شايفه ان هي اللي بتعمل كل حاجه بزياده، هي اللي بتشتغل بزياده، هي اللي بتزق بزياده، هي اللي بتعمل كل حاجه لوحدها، وانا مجرد بساعد ما بعرفش اشيل مسؤوليه. غريبه، انا عمري ما حسيتك كده يعني. يا سيدي حتى لو كده، هو في انسان كامل؟ الدنيا نفسها عمرها ما بتدينا حاجه كامله. بس بتقول لمين بقى؟ تقول لمين؟ تقول لاميره. أميرة دي أجمل ورقة إنسان قابلتها في حياتي.
انا بجد محظوظ يا اكرم من الجواز ده. كفايه ان عمرها ما حسستني بالحته اللي ناقصاني. حتى لما بغلط او بقع بتسامح، بتعمل ده بكل النبل والشياكه. عشان كده عايزك تحافظ عليها يا انس. مش عايزك تجري ورا الحته اللي جواك ناحيه نجوى دي خالص. انت لسه قايل محدش بياخد كل حاجه، وفي الزمن اللي احنا فيه ده صعب قوي تلاقي حد بيحبك بجد ومشاعره ناحيتك صادقه. متقلقش، أميرة في عينيا وعلى راسي. مش مهم، المهم تبقى في قلبك. ايه مش طمني عليك بقى؟ عايز تطمن عليه بالظبط. ايه عامل ايه؟ ايه احوالك؟ عامل ايه مع عمك نبيل؟ الحمد لله زي الزفت، كل يوم اسوأ من اللي قبله. ليه كده؟ ايه اللي حصل تاني؟ يعني اخر حاجه منعني رسمي ان انا اشوف جميله. يا ساتر، ايه اللي وصل الموضوع لكده يا اكرم؟ ده موضوع طويل قوي بقى، اشرحه لك بعدين. المهم دلوقتي الشهاده كلمتك، يعني قالت لك حاجه؟ لا لسه. في حاجه؟ في حاجه مهمه جدا محتاج انك تعرفها وتقول لي رايك فيها، يهمني. بابي هاي نادين، ازيك يا حبيبتي؟ خير يا انس، ايه اللي موقفك كده؟ جايه فاهمين اللي حصل النهارده ده؟ ايه اللي حصل؟ هو في حاجه حصلت؟ انت ازاي تقولي جلال حرب على موضوع نور؟ هو جلال حرب ده مش غريب برضه ولا فجاه بقى من العيله وانا مش واخد بالي؟ بعدين ازاي تتغدي معاه اصلا وانت معاكي نادين؟ ماشي يا انس، خليني ارد عليك بقى واحده واحده وبالراحه. اولا مش انا اللي قلت لجلال حرب، لان ما ينفعش اتكلم عن مشاكلنا الشخصيه قدام الراجل وانا اول مره اشتغل معاه. بنتك هي موصوفه الرقبه اللي انسحبت من لسانها وحكيت له على اللي حصل ما بيننا. ثانيا بقى وده الاهم، مالكش دعوه خالص بحياتي الشخصيه. اتسحر ولا اتغدى ولا اتعشى مع الجن الازرق مالكش فيه، دي حياتي الشخصيه وانا حره فيها. وانا اقول لك تاني يا نجوى، طول ما انا ابو بناتك لازم اعرف كل حاجه عن اي حد يخش حياتكم. هو انت بتغير يا انس؟ طبعا لا، انا بس بحاول اوضح لك الصح من الغلط عشان بحاول احافظ على شكلي قدام البنات. ما ينفعش اللي حصل النهارده، ما ينفعش جلال الحرب يقول لي قدام نادين اصل بابي بيشتغل عندي بس مامي بتشتغل معايا. وانا اعرف منين انك جايه له؟ وبعدين الراجل ما غلطش، مش هو قال الحقيقه ولا ايه؟ هقول لك لاخر مره، علاقتك بجلال حرب تبقى في اطار الشغل وبس، ملوش اللي يسالك في حياتك الشخصيه مع بناتي. بالتالي كلامي واضح. اي اوامر تانية؟ لا شكرا. يلا. صحيح، هي نادين هتفضل رايحه جايه معاكي على الشغل بالمنظر ده؟ لا اطمن، احنا خلاص رتبنا امورنا. جلال حرب هيجيب لي شقه جنب الشغل وهننقل فيها كمان كام يوم. نعم زي ما سمعت. وما تخافش هبدلك العنوان عشان تعرف تطمن على بناتك. يلا يا نادين. باي بابي. ايه يا بابي اتأخرت ليه؟ معلش يا حبيبتي، قابلت انكل اكرم وقعدنا نتكلم شويه، الوقت اخدنا. مساء الخير يا طنط. اهلا يا روح طنط. امك بتتفرج على افلام مريبه. اتفضل. مامتك جت النهارده وانا وانت مش موجودين وسابت دول لماما، قالت علشان هاني. طب ما يمكن نبيل نقطنا اوريدي. هي قالت ان دي هديه الاسبوع. والله امي دي جدعه. يلا احنا نوايا تسند البرميل. ما سالتنيش يعني كنت فين لما هي جت وانا مش موجوده. انا قلت اكيد نزلت تجيبي نواقص للاسبوع. هي دي فعلا حقيقه، نزلت اجيب شويه حاجات ناقصه بس عملت مشوار كده بالمره. مشوار ايه؟ رحت النجوى. نجوى؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجه، بس رحتي نجوى ليه؟ يعني قلت اروح اعزمها هي ونادين على اسبوع هاني وبالمره كلمتها في موضوع نور. تعزمي على اسبوع هاني ماشي يا نادين، انما تفتحي موضوع نور دلوقتي ليه؟ انس، انت
انت عارف انا بحب نور قد ايه، بس مهما كان نجوى دي مامتها اللي ربتها وكبرتها، وانا بصراحه شايفه البنت ما شاء الله مؤدبه وذكيه، والفضل في حاجه زي كده يرجع لنجوى. واظن ولا غلط ولا عيب ان احنا نحاول نصلح ما بينهم. يا أميرة أنا بقولش إنه غلط أو عيب، أنا بس بقول ليه دلوقتي. أولا أنا كنت عايز أستنى شوية عشان نجوى تحس بغلطتها، وثانيا عشان نور ما تفتكرش إن إحنا ما صدقنا. ما تقلقش، انا اتكلمت مع نجوى بالعقل. ربنا يخلي لي عقلك. هي شاهدة فين؟ في اوضه هاني. طيب كويس إنها هنا، كنت عايز أتكلم معاها. ما تتاخرش بقى عشان الاكل ما يبردش. حاضر. فاضل لسه كتير يا اسطى؟ لا يا باشا ما تقلقش، اديني دقيقتين بس هوصل وهخليك تشوف الشقه دي وهي موهوجه. طب والوصلات دي امان يعني؟ اصل شكلها ملعبك كده عامل زي الكنافه. كنافه ايه يا باشا؟ ما تقلقش، انت مع اشرف مشترك، وبعدين ده كلها ساعتين زمن والم لك الدنيا دي كلها. انت عارف يا باشا الموضوع ده لو حنا من اسبوع كانت التوصيلات دي اختلفت اختلاف كبير. ربنا يستر. على الله يا باشا. اهلا ازيك يا انكل؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ليك وحشه. الله يسلمك يا حبيبي، وانت كمان ليك وحشه. مبروك ما عملت. معلش بقى، الف سلامه عليك يا وحش. الله يسلمك. امال فين انكل محمود؟ انكلك محمود ركبه مش شايلاه الايام دي فما جاش. لا سلامته، الف سلامه. اتفضلوا اتفضلوا. يزيد فضلك. ازيك يا حبيبتي؟ مرمورتي يا حبيبتي. حبيبي يابا وحشتني. حبيبه قلبي. ازيك يا حبيبه خالتك؟ جرى ايه؟ جرى ايه يا ست انتي؟ هو انت استحليتي القعده هنا وجيتي بلطت جنب بنتك ولا ايه؟ بقول لك ايه، بطل الغيره بتاعتك دي. تعالى يلا لف لك علبتين معانا، خليك مفيد. يلا تعالى. طب بذمتك ما وحشتكش؟ كلام في سرك يعني بيني وبينك؟ انا هايص من غير بس بقول الكلمتين دول يعني لزوم الشغل. على فكره انا سامعاك. ما انا عارف انك سامعاني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ لا يا باشا ما بنعملش حاجه، ده احنا بنوصل الكهرباء. كهرباء؟ لا 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 بس وقف عندك انت. الكهرباء دي بقى لعبتي انا، مش اي حد تاني. ما يصحش يا انكل، انت لسه جاي من السفر ما استريحتش حتى. سفر ايه بس؟ انا جاي من السلوم، ده انا جاي من حته قريب. بقول لك ايه، انا لما بشوف كهرباء ايدي بتاكلني ما بستحملش. سيبني لو سمحت بالكهرباء والا اخد بعض وامشي وازعل. لا وعلى ايه وعلى ايه؟ ده حتى اسبوع وفرح وكده، والزعل وحش في اسبوع هاني. اتفضل يا انكل اتفضل. شكرا. اوعى بقى انا جيت في ايه؟ اتفضل. الكهرباء دي لعبتي انا. اهلا. شيهان اكيد فريده اللي عزمتك. حبيبي على مهلك يا انس، على مهلك يا حبيبي. سلامتك الله يسلمك يا ماما. بابي ايه ده؟ انت اللي جايبك هنا؟ همسكك. شفت الاتنين مع بعض اخر شقاوه. نجوى كلمتني في التليفون، طلبت مني انها تسيب البنت هنا لغايه ما تخلص شغلها. فيها ايه دي؟ مفيهاش حاجه يا ماما. هو عنك نبيل فين؟ في المكتب جوه. طيب انا هطلع له. احضر لك الغدا على بال ما تخلص معاه. لا يا ماما انا جاي بس اكلم عنك نبيل في موضوع مهم كده وهمشي على طول. ميرسي. ماشي يا حبيبي، على مهلك يا حبيبي. اللي السوق يعرفه عن جلال حرب انه كان مسافر بره وقعد شويه، وبعدين رجع مصر من كام سنه وحب يستثمر امواله في اكتر من مجال زي المدارس والبورصه وكذا شركه من بتوع الماركتينج. بس عموما هو تقيل. الله، هو انت مش قلت لي انك بتشتغل معاه؟ ايوه يا انكل، انا ماسك له الشغل بتاع البورصه. بس كل ما اسال عنه حد ما حدش يديني معلومه مفيده. معلومه زي ايه يعني؟ يعني يا انكل انا بشتغل مع جلال حرب بمبالغ كبيره والمفروض ان انا اخليه يشتري اسهم في شركات مهمه، فبحاول أأمن نفسي بس يعني. اللي اعرفه ان المفروض انت اللي بتسأل عن الشركات اللي هتشتروا منها اسهم، مش العكس. ده حقيقي يا انكل، في العادي بس في حالتي مع جلال حرب انا بشتري له مبالغ ضخمه جدا وعلى المكشوف، ومش دايما برجع له، فلازم اطمن بس ان مركزه المالي يستحمل يعني. هو عموما مركزه المالي قوي. ايوه انكل، بس
مصدر الفلوس ايه؟ حضرتك عارف اليومين دول في لعبه جامد قوي في الموضوع ده. مفهوم مفهوم. انا هسأل عليه في الغرفة التجارية، وهناك مفيش حاجة بتستخبى. ميرسي يا انكل، هتبقى خدمتني خدمه كبيره قوي. عجبك اللي عملته شاهد امبارح؟ الحقيقه يا انكل انا مش عارف اقول ايه. هو انت كنت عارف ومخبي؟ لا خالص يا انكل، انا عرفت زيكم يوم الاسبوع. طب حاول تعقل اختك وتقول لها ان اللي بتعمله ده مش هيوصلها لحاجه، بالعكس ده ممكن يجيب مشاكل زياده. انا عارف طبعا ان انت ما بتحبش تدخل بيني وبين اكرم لانه صاحبك، بس برضه شادي تبقى اختك، يعني لما تلاقيها بتعمل غلط لازم تعقلها. حاضر يا انكل، اوعدك اول ما ترجع اتكلم معاها. هي مش عندك؟ لا يا انكل، هي مشيت يوم الاسبوع وقالت لي هلبت عند واحد صاحبتها. مين صاحبتها دي؟ هي قالت لي اسمها بس انا مش فاكر. رشا. قالت لي اسمها رشا. عصير. بابي، هو انت ليه مش بتجيب عربية زي عربية أنكل جلال؟ عشان بحب عربيتي يا نادين. يلا تصبح على خير. باي باي. مامي. اهلا حبيبه مامي، اخبارك ايه؟ وحشتيني. وانت كمان. كل ده لسه بنفس المدرسه؟ تعالي يا حبيبي، انتوا جيتوا امتى؟ احنا هنا من قبل ما حضرتك تشرفي مع البيه. الحمد لله على السلامه. واضح ان الشغل كان تقيل قوي. طيب انا شايفه يا انس ان احنا احسن نطلع نتكلم فوق. اتفضل. نادين يلا يا حبيبتي خشي على اوضتك، افتحي شنطتك، حاولي تطلعي اللي فيها لغايه ما اجيلك. حاضر. يلا. تصبح على خير يا بابي. انت لا حبيبي. ممكن افهم ايه اللي عملته ده يا انس؟ جاي قدام العماره اللي لسه ما كملتش فيها يومين وبتكلمني بالطريقه دي؟ حاسبي نفسك قبل ما تحاسبيني. حاسب نفسي على ايه؟ ده انا من ساعه ما وصلت وانا بكلمك بكل هدوء واحترام. اسلوب كلامي اللي ضايقك ونزولك من عربيه واحد غريب في ميعاد زي ده عادي؟ ميعاد زي ده؟ ليه؟ هي الساعه كام؟ بص في ساعتك شوف الساعه كام. ولا تحب ناديلك بنتك نادين تشوفها لك؟ قول لي الساعه كام يا انس؟ 9:30. 9:30. هو ده بقى الميعاد اللي هيبوظ سمعتي؟ انا بتكلم على المبدا. انت اتخانقتي مع بنتك وبهدلتيها عشان عزمت واحد زميلها على مناسبه الناس كلها موجوده فيها. تخيلي بقى لو كان عزمها على العشاء زي حضرتك كنت هتعملي ايه؟ انس انت واعي للكلام اللي انت بتقوله؟ انا واعي جدا اللي انا بقوله. لا مش واعي. لما تقارن ما بيني وبين بنتك اللي في سن المراهقه تبقى اكيد مش واعي ومش عارف تميز. حاسبي على الفاظك كنت بتكلميني. ما تحاسب انت الاول. ده انت من ساعه ما جيت وانت عمال تخبط فيا وتحاسبني وكاني طفل عندك. الكبير كبير بتصرفاته يا هنا. وانت مين ادالك الحق ان انت تحاسبني؟ وانت ولي امري؟ وبعدين ده انا قلت لك بدل المره مليون مالكش دعوه بيا وبحياتي يا انس. الكلام ده مقبول لو كنت عايشه لوحدك، انما انت عايشه مع بنتي ولازم تحافظي عليها. احافظ عليها من ايه يا انس؟ تحافظي عليها من اي حاجه تلخبط نظام حياتها وتهز مشاعرها. ممكن تقولي لي لو سمحتي بنتك هتحس بايه وهي شايفاكي نازله من عربيه راجل غريب؟ مفيش اي حاجه تربطه بيكم. بنتك عارفه كويس جدا ان جلال حرب مديري في الشركه. ومديرك في الشركه ده بقى صديق العيله ولا ايه؟ لا بقى متقدم لي رسمي. ايه مالك اتخضيت ليه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اللي انت سمعته. ايه مستغرب ليه؟ ايه دول يا انس؟ دي الحوافظ الماليه بتاع جلال حرب. وجايبها لي ليه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ خليها معاك.
اشتغل عليهم انت. ايه؟ وانا ايه علاقتي بالشغل ده؟ ده شغلي ولا شغلك؟ ده كان زمان. انا من النهارده مش هشتغل مع جلال حرب تاني. يعني ايه الكلام ده يا انس؟ تعالى يا فاروق، الكلام ده ملوش غير معنى واحد. انا مش هشتغل مع جلال حرب تاني. ايوه، انت ازاي تاخد قرار كبير زي ده كده فجأة؟ كبير صغير اهو تاخده خلاص. طيب اهدى كده، اهدى وروق كده وصلي على النبي. بص، انا مش عايز اضايقك اكتر ما انت متضايق، بس المواضيع ما بتتاخدش قفش كده يا انس. طيب، هو الموضوع ده له علاقة من بعيد او من قريب بنجوى؟ كنت حاسس. طيب ايه اللي جد في موضوع نجوى؟ بس عايز افهم. اللي جد ان الهانم عايزه تتجوز جلال حرب. ايه؟ شفت انت عملت ايه؟ متوقع انا بقى اخد الموضوع ازاي؟ انا معاك ان هو خبر يربك ومفاجأة، بس برضه لازم تفكر بهدوء. ايه اللي جد يعني عشان ده يحصل ويتجوزوا؟ هو انا من حقي ان انا اسال واناقش موضوع زي كده؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه يا انس، يعني نجوى في النهايه طليقتك وست حره، من حقها تتجوز وترتبط باي حد تاني عادي يعني. انت عارف كويس قوي ان جلال حرب مش اي حد. ما هو عشان جلال حرب مش اي حد لازم تفرق ما بين الشغل معاه واي حاجه تانية يا انس. بتقول ايه يا فاروق؟ اسمعني بس يا انس. اسمع ايه يا فاروق؟ بقول لك هيتجوزوا. ما يتجوزوا يا اخي، هي لو كانت هتتجوز حد تاني كنت هتعمل كده؟ ما عشان جلال حرب مش حد تاني انا لازم اسيبه. انا مش هينفع اشتغل معاه بالوضع الجديد ده. يا انس افهم افهم، انت شغلك مهم مع الراجل ده اهم عميل عندك، الباقي كله كسر. انت هتعمل ايه من غير الراجل ده؟ ما فكرتش في ده ولا عايز افكر. لا، لازم تفكر وتفكر كويس جدا كمان. يا انس يا انس، لازم تفهم حاجه، انت من غير شغلك مع الراجل ده قبضك مش هيكفيك نص الشهر. اللي رزقني بالراجل ده يرزقني باللي احسن منه يا فاروق. طب انا عندي فكره، انا عايزك تهدى كده، واحنا داخلين على ويك اند، تفكر بهدوء وبعقل ونشوف هنعمل ايه، وانا هعتبر انك ما خدتش قرار بالكلام ده. ممكن؟ انت بتحاول فيا يا فاروق. انا خلاص خدت القرار ومش هرجع فيه تاني. خير؟ ايه اللي رجعك بدري كده؟ استاذنت بدري ساعتين. في ايه؟ مفيش حاجه. انا سبت الشغل مع جلال حرب. طبعا القرار ده اخدته بعد ما عرفت ان هو هيتجوز نجوى. ما تستغربش، انا عرفت كل حاجه من نور. الموضوع ملوش علاقه بنجوى يا اميره. انا ما بقتش مرتاح اشتغل معاه. انت مش مستريح من ساعه ما شفته مع نجوى في النادي، والراحه دي قلت كمان بعد ما عرفت ان هو هيتجوزها. حطي نفسك مكاني يا اميره. اشتغل معاه ازاي بعد ما يتجوزها؟ انا كنت بحاول ان انا ما اركزش في الموضوع، بس خلاص مش قادر. في حاجز كده ما بيني وما بينه. حاجز ايه وزفت ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ انت ولا فكرت فيا ولا في هاني ولا ببناتك ولا في البيتين اللي انت فاتحهم؟ تقدر تقول لي هتصرف على كل ده منين بعد ما تسيب الشغل مع جلال حرب؟ مش ده اللي شاغلني دلوقتي يا اميره. طبعا، وانت ايه هيشغلك دلوقتي غير نجوى وجواز الست نجوى؟ يا اميره افهمي. افهمني انت بقى يا اخي لو مره واحده. انت ليه مصر تتعامل معايا على ان انا عدمت الاحساس؟ ليه مصر تتعامل مع اعصابي ومشاعري على انها لوح تلج؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ لحد امتى متصور ان انا ممكن استحمل؟ واستحمل ليه من اصله طالما انت ولا شايفني ولا حاسس بيا؟ تقدر تقول لي اخر مره لمستني كانت امتى؟ ايه، مش واخد بالك ولا متصور ان انا مش واخده بالي؟ انا ست يا انس، عارف يعني ايه ست؟ يعني مهما استحملت انا في الاخر ست، محتاجه احس ان انا مرغوبه، وجوزي بيحبني وبيفكر فيا، مش بيفكر في واحده تانية. يا اميره انت عارفه انت بالنسبه لي ايه؟ ما اعرفش ومش عايزه اعرف. انا هاخد هاني ومسافره اسكندريه.
على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ازيك يا امير؟ الحمد لله يا حبيبي. مالك يا أنس؟ معلش يا امير انا مش قادر اتكلم دلوقتي. خليني ادخل بس اقلع كده واغير هدومي واجيلك. ماشي حبيبي، مستنياك. يا فندم. ما بتردش عليا ليه يا انس؟ خير يا نجوى، في ايه؟ انا بكلمك عشان اقول لك بلاش تبوظ حياتك وشغلك بسببي. ارجوك ما تربطش جوازي من جلال باي مصلحه ليك معايا. تالي الكلام ده ملوش لازمه. انا خدت قراري خلاص ومش هرجع فيه. هو انت ليه مصمم تصعبها عليا وعليك يا انس؟ معلش كده احسن لينا كلنا. خليني اقول لك حاجه اخيره برضه عشان اريح ضميري. اعتبريها نصيحه ويا ريت تاخدي بيها. ابعدي عن جلال حرب، ما تورطيش نفسك معاه اكتر من كده. ما ورطش نفسي في ايه؟ في كل حاجه، سواء مستوى الشغل او المستوى الشخصي. جلال حرب حواليه كلام وحش كتير جدا، والكلام ده لو اتاكد هيروح في 60 داهيه. ياه، انا مش قادره اصدق للدرجه دي الغيره عمتك يا انس؟ غيره؟ انت فاكره انا بقول لك الكلام ده عشان غيران منه؟ انا مش غيران من حد يا نجوى. كداب وكدبك مفضوح. انت ما بتشوفش نفسك لما بتشوفني قاعده معاه ولا بتكلم وياه؟ والله لو هتاخدي قلقي وخوفي عليكي بانه غيره تبقى فهمتيني غلط. واضح اني فعلا فهمتك غلط. يا نجوى افهميني. ما تخليش السكينه تسرقك اكتر من كده. حاولي تراجعي روحك كده وانت هتشوفي الحقيقه بنفسك. وفر نصايحك لنفسك يا انس. انا كبيره وعقلي يوزن بلد واعرف اختار لنفسي كويس قوي. واذا كنت زمان غلطت واخترت غلط صدقني كبرت خلاص ومش هغلط الغلطه دي تاني. يا خساره يا نجوى. تخيلي ندمتيني ان انا اتكلمت معاكي. وانا اسفه جدا ان انا اتصلت بيك عشان اساعدك. مستر رؤوف بنفسه لغايه عندك. هو عنده ديل ليك عظيم على فكره. مستر رؤوف هستأذن حضرتك اسيبكم براحتكم. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. اهلا اهلا يا انس، منور الدنيا، والله ليك وحشه. هو انا لحقت امشي عشان اوحشك؟ خير يا استاذ رؤوف، هو ايه حكايه الديل ده؟ ده كلام برضو يا انس. هو انا عشان عايز اشوفك ابقى عايز منك حاجه؟ يا راجل ده احنا 10 سنين. ما هو عشان احنا عشرة 10 سنين يا استاذ رؤوف انا عارف انك مش هتجي لحد هنا عشان تسال عليا. خير. نديم منصور. رجل اعمال؟ تمام. ماله؟ اتصل بينا في الشركه وعاوز يشتغل معاك انت شخصيا، وما عندوش اي استعداد انه يشتغل مع حد غيرك. طريقه شغلك يا سيدي عجباه. انا عارف انك انت خرجت من الشركه بشكل يعني مش مناسب، بس خليك فاكر انت اللي قدمت استقالتك، محدش اجبرك عليها، صح؟ صح طبعا، محدش اجبرني. عموما احنا ناس بتوع بيزنس وعمليين. اللي فات مات. دلوقتي بقى نبدأ صفحة جديدة اسمها نديم منصور. بس انا مش على قوه الشركه عشان ابقى جزء من الصفحه دي. الكلمة دي أنا مش عايز أسمعها منك تاني أبداً. أنت عمود أساسي في الشركة يا أنس. عقدك الجديد جاهز. وبعدين الديل بتاع نديم منصور هيطلع لك منه نسبة حلوة قوي. اللي هي كام يعني؟ يا سيدي تمم بس أنت الصفقة وبعدين نبقى نتفق. معلش أفضل إن احنا نتفق الأول. 10%. 15. اتغيرت يا أنس، ما بقتش سهل زي زمان. الواحد بيتعلم من أخطاء الماضي من أجل مستقبل أفضل. هي دي الروح اللي أنا عايزها. عموما مش هنختلف. طبعا أنت عارف أنا عايز منك إيه دلوقتي. أروح لنديم منصور. تمام، هو ده الشغل. الكونتاكت بتاعه هتلاقيه في السكرتارية في الشركة ومعاهم العقود. خلص معاه واتصل بيا. معلش نجوى، أنا آسف بس جيت لك من غير ميعاد. بس الكلام لازم أقوله، ما ينفعش يتأجل ولا يتقال في التليفون. خير يا أنس، نور فيها حاجة؟ لا الحمد لله نور كويسة.
امال في ايه قلقتني؟ ما هو انت المفروض تقلقي. وضعك دلوقتي ما يطمنش خالص. الوضع اللي انا فيه وضع ايه؟ مع الاستاذ جوزك. ايوه مش فاهمه ماله الاستاذ جوزي؟ بصي يا نجوى، اللي انا كنت الاول بحاول ابعدك عنه بسبب شكوكي، دلوقتي المفروض ان انا احاول احميكي منه، لان الشكوك دي اتاكدت. شكوك ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا انس. جلال حرب مش زي ما انت فاكره خالص يا نجوى. مصادر امواله اللي قاعد بيلعب بيها في السوق دي كلها مشكوك فيها، ورجال اعمال كبار كانوا هيدخلوا معاه في شراكات وفي شغل، وفي اخر ثانيه رجعوا في كلامهم لما الشكوك اتاكدت. يعني هو بيتاجر في السلاح ولا في المخدرات؟ ولا يكون شغال في تجاره الاعضاء؟ اي حاجه ممكن تتخيليها. الموضوع من اوله لاخره غسيل اموال. يا انس، معقوله الدرجه دي انت غلبان؟ غلبان؟ غلبان. امال انت عايزني اسمي ده ايه؟ في الاول كنت فاكره انك مصدوم ان انا هتجوز راجل تاني، غيران يعني. بس دلوقتي بعد الكلام اللي انت جاي دلوقتي تقوله هنا وفي مكتبي، يبقى انت اكيد خرفت. خرفت ايه يا نجوى؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امال انت عايزني اسمي ده ايه؟ انت جاي يا انس عشان تثبت لي ان غلطت ان اخترت راجل تاني اكمل معاه حياتي؟ يا نجوى انت مش فاهمه حاجه. بالعكس، انا ما كنتش فاهمه انت كنت بتعمل كده ليه، بس اللي انت بتعمله دلوقتي ده اكد لي. اتاكدتي من ايه؟ انا اقول لك اتاكدت من ايه. اتاكدت ان انت نفسك تحس انك راجل زي بقيه الرجاله، نفسك تلاقيني مكسوره وندمانه اني سبتك زمان وسبتك تاني ورحت لراجل غيرك. هو انت يا انس محتاج تسمع مني اعتراف بغلطتي عشان نارك تهدى وقلبك يبرد؟ عايز تسمعها؟ حاضر. انا ممكن اكون غلطت في حاجات كتير زمان واختياراتي دخلتني في مشاكل اكتر، لكن صدقني يا انس، الحاجه الوحيده اللي عملتها صح في حياتي اني سبتك، وانت اللي بتاكد لي ده. صح دلوقتي ان انا اعمل حاجه كان المفروض اعملها من زمان قوي، بس برضه مش هعملها. خليكي في الغيبوبه اللي انت فيها وهتترزعي القلم، بس هيجيلك من جلال الحرب. هربان. نفسي اخلص منه في اسرع وقت. هيحصل. ازيك يا نجوى؟ ولو اني عارف طبعا اللي انت مريتي بيه. معلش انا اسف فريده، اتلاقيت في موضوع نجوى ونسيت اشكرك على اللي عملتيه مع شهد. ماما واكرم قالوا لي انك عملت لها حاجات كتير قوي. انا ما عملتش حاجه خالص، انا عملت الواجب. اشكرك. يلا بعد اذنكم بقى. رايحه فين؟ تعالي نوصلك في سكتنا. لا يا دوبك انت تروح مدام نجوى عشان تستريح. يلا بعد اذنكم. ميرسي يا فريده. ميرسي. ميرسي. نجوى، ايه رايك لو تيجي معايا البيت تسلمي على البنات وتريحي لك شويه؟ معلش يا انس، انا عايزه اروح على شقتي القديمه. شقتك القديمه مش جاهزه واكيد متطربه. تعالي باتي في اوضه البنات وبكره نبعت حد ينظفها لك. ما تزعلش مني يا انس، عايزه اقعد لوحدي النهارده. بكره ان شاء الله هبعدي عليك واخد نديم. براحتك.